نادي عشقي لسنين، لو هوصف حبه هحكي في حكاوي. انا اصلي صوته حرسه الامين، لو مرة فرح نفتكر، لو مرة بكان انا نسيها. كلمة لابويا هفضل فاكرها، حافظ عليها، ده انا اللي بنيها. القلعة البيضا هي بيتي اللي انا عايش ليه. مهما انا قلت عالزمالك مش هيكفي. بقالنا صوت وبقالنا حس نتكلم بيه. انا من زمان وبلانكو حلو انا مستني. بلانكو FM. ودلوقتي جه معاكم مع برنامج ذكريات زملكاوي مع احمد عبد الحليم وندى الحسين. مساء الفل على كل اللي بيسمعونا على راديو بلانكو FM. النهارده الخميس ذكريات زملكاوي معاكم من 8 ل 10، بس النهارده يعني يمكن اتاخرنا شويه. النهارده احنا حبينا نكسر بقى اللي انتوا اتعودتوا عليه، يعني من لعيبه لذكريات قديمه، فاحنا حبينا بقى نجيب الذكريات الحديثه اللي من جوه الملعب، المتصدر دايما المشهد اللي دايما بيبقى موجود في اوقات الفرح. يعني يوم ماتش النجم الساحلي خسرنا البطوله، لكن 3 أهداف في مباراه النجم الساحلي فعلا اثبتوا ان رجاله الزمالك لسه موجودين. امبارح خماسيه قدام غزل المحله، وكهربا لما يجيب الجون يروح ويحضن مين يا احمد يا حليم؟ الحمد لله على السلامه. انت لسه فاكره؟ انت لسه فاكراني؟ الحمد لله على السلامه. والزمالك معانا النهارده طبعا يعني زي ما ندى قالت كلام كتير، ولكن زي ما ندى كانت بتتكلم من شويه احنا بنخرج بره الاطار التقليدي للبرنامج في ذكريات قديمه شويه، ولكن هنطلعها النهارده من ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو النهارده، مؤمن مرجان. مساء الفل يا مؤمن. مساء النور. مساء النور عليكم. انا برحب بك الاول، وبرحب بكل الساده المستمعين الزملكاويه حبايبنا، ويا برحب بكم بندى. وانا شاكر جدا لبلانكو FM انها يعني خلتني موجود معاهم النهارده، وده شرف ليا وشرف لكل زملكاوي اكيد. طيب يعني هو واضح ان ما شاء الله شعبيه مؤمن يعني طاغيه، والتليفونات من اولها يعني كده، فانا طبعا بعتذر للتليفون اللي كان معانا ما لحقناش ناخده. حاول تكلمنا او تكلمينا تاني لو انتوا بتسمعونا دلوقتي. رقم التليفون بالمناسبه كده اللي حابب يسال مؤمن اي سؤال، اي حد حابب يشارك مؤمن النهارده خلال الحلقه، عن طريق رقم التليفون بتاعنا 010 936 3878. الفان بيج بتاعتنا طبعا على الفيسبوك هي بلانكو FM. وخلينا نبتدي كده يا مؤمن، يعني شوف انت حابب تتكلم منين. انا بالمناسبه النهارده مش هتكلم كتير على قد ما انت اللي هتتكلم، او الناس هي اللي هتتكلم. وبمناسبه الناس تليفون بقى ومن بره مصر خلي بالك اهو. يلا بينا ونقول الو. الو. ايوه مساء الخير. مساء الخير يا حليم. مساء الفل. مين؟ مروان. لا مش مروان. محمد ابراهيم. مين؟ محمد ابراهيم حبيبي من ازيك يا الامارات. حميد؟ اخبارك يا حليم؟ تمام الحمد لله. محمد يا جماعه بالمناسبه بيكلمنا من الامارات، يعني الامارات العربيه المتحده. منورنا بكتاباتك يا حليم والله. ربنا يخليك يا محمد، ربنا يخليك. طبعا يعني سيبك مني دلوقتي، خليك مع نجم الحلقه النهارده بالمناسبه. يعني مؤمن معاك. ده انا كمان احنا كلنا على فكره. محمد سلام حبيبي والله. سلام. يعني مؤمن كان لنا الشرف ان هو نورنا هنا في الامارات في فتره السوبر. حبيبي الشرف لي انا والله. بالمناسبه يعني يا ريت توصل سلامي لرابطه الزمالك في الامارات، وانا يعني الناس دي هقول حلم ان انا اكون موجود معاهم، وهقول حلم كبير قوي ان انا احضر الماتش ده. وانا يعني هم معلقين معايا لغايه دلوقتي، ما اقدرش انساهم ولا اقدر انسى الاسم اللي كانت على وشوشهم في استقبال. يعني انا شاكر ليك يا محمد. يا مؤمن انت شخصيه جميله يا مؤمن، واي حد يعني بيحب تكون انت معاه ويحب يشوفك على طول يا مؤمن والله. وكان احنا بنشوفك في الملعب على طول بتفرحنا والله. شفتك في الملعب دي. حبيبي يا مؤمن والله، وكنت شرفتنا والله في الامارات، واحنا يعني نتمنى نشوفك مره ثانيه. والجو الجميل اللي كان موجود في الفتره بتاعت السوبر دي، ويعني يا ريت يتكرر ثاني والله. ان شاء الله الامر ده يتكرر ثاني. يعني انا مش هقدر انسى والله يعني نظرتكم ليا بابتسامتكم دي معلقه معايا على استاد هزاع. لازم يجي ثاني ان شاء الله. فدعواتك باذن الله ربنا يوفق ونكون موجودين معاكم الفتره ان شاء الله.
باذن الله يا مؤمن حبيب قلبي، ويا رب دايما كده بالتوفيق. ويا حليم دايما انت عارف ان انا بستنى البرنامج بتاعك على طول. حبيبي يا محمد، طب هو انا هوا يعني يا محمد ولا انا قاعده ساكته سايباكم انتوا الاثنين تاخدوا وتدوا مع بعض كده ايه؟ نسيت ندى. لا على فكره يا محمد يعني المره الجايه لو يعني ما صيدتنيش قوي مش هدخلك النجوم الجايين التقال لسه جايين. المره الجايه هتصل مخصوص عشانك بجد. ربنا يخليك يا محمد، نورتنا بتليفونك. ولو انتم منورينا والله، دايما كده انا سعيد جدا لما بشوف بلانكو فيلم بيرجع على امجاده القديمه. ويعني انا الحمد لله كان ليا شرف ان انا اكون من اول مستمع لبلانكو فيلم في بدايه ظهوره، ويعني اتمنى ان دايما كده يعني في تقدم دايما على طول، ويرجع زمان كده للامجاد القديمه. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. ربنا يخليك يا محمد، انا بشكرك جدا وتحياتي ليك ولكل الزملكاويه اللي في الامارات. حبيبي يا حليم، وتحيه ليكم من كل الناس اللي انا رايح اقابلهم دلوقتي الزملكاويه بتاع الامارات كلهم والله. سلم لنا عليهم خليهم كلهم. يسمعوا الحلقه بقى يا محمد. حبيبي اكيد طبعا حبيبي. ربنا يخليك يا محمد، بشكرك جدا. وعلى فكره احنا يعني متجمعين دلوقتي في لعب كوره معانا، هيشرفنا النهارده ان شاء الله نجمنا ونجم نادي الزمالك كابتن هيثم فاروق. كابتن هيثم فاروق، سلم لنا عليه كتير. سلم لنا عليه كتير زي ما انا بتقول كده. ولو عرفت تدبسها يا محمد في حلقه لما ينزل مصر عندنا هنا يبقى زي الفل يعني. انا دبسته خلاص. حبيبي هقول لك النهارده ان شاء الله. شكرا جدا طبعا يا محمد، نورتني بتليفونك، وتحياتي ليك وتحياتي لكل اهل الامارات. شكرا يا حليم، شكرا جدا يا قلبي، وشكرا يا ندى ومرجان، يعني للامانه دايما كده يا رب مع الزمالك باذن الله. امانه، ويعني انا متشكر لتليفونك جدا. مع السلامه يا محمد. مع السلامه. مع السلامه. من بدري كده الحمد لله الناس ابتدت تتفاعل، من بدري الناس ابتدت تسمع حتى من بره مصر يعني. مؤمن طبعا يا جماعه. طب احنا تقريبا مش هنشتغل الحلقه النهارده، احنا نقضيها تليفونات بقى. طب يلا بينا، انا مبسوط والله يعني، انا مبسوط النهارده الناس بتتصل. معانا تليفون تاني، تعالوا ناخده ونقول الو. 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 ايوه خير. نور. ازيك؟ مين؟ انا هي كده عايزه تدخل دخول مفاجئ، كلمتنا مرتين بالمناسبه. مش مكلمانا مرتين قبل الهوا وبتحلفنا بالله لازم تخش على الهوا، والحمد لله انت على الهوا دلوقتي. استاذ مؤمن. ايوه. اسكت الله لك حسن. اسكت ولا لا اسكت؟ لا اسكت. الخير يا فندم. في راس النور هذه. والله النور. يعني اهلاويه، بس من الاهلاويه اللي يعني يحببوك في التشجيع باسلوب راقي. اسلوب حضاري. طبعا. طبعا بغض النظر ده ضد مبادئ ان انا اخش على برنامج زملكاوي في اول مداخله ليا على الراديو، بس يعني هو من كسر كل القواعد، فهو يتكسر له اي حاجه هو اي مبدا انت عامله زي الناس يعني كاهلاوي قوي محترم يعني. دي بقى الروح الرياضيه يعني. او ممكن نقول معلش يعني يا ليلى في الجمله اللي جايه دي، يعني عشان احنا برضو زملكاويه وصوت زملكاويه فلازم نتحيز شويه للزمالك. ممكن تقول الزملكاوي يجبر اي حد على احترامه. ايوه. لا بص طبعا الاهلاويه اللي يعني ايه الكويسه اللي جوايا. لا مؤمن هذا مؤمن يعني يتكسر له اي قاعده. الناس الزملكاويه هم على راسنا برضه وإنا يعني انا على برنامج زملكاوي وبيسمعني. كمان يعني. لا يعني مش هنقول على نفسكم بس قشطه. طب بقول لك يا ليلى كده، خليني اسالك برضو، بما ان انت مزامله مؤمن في الشغل وان انت بتشوفيه في الشغل شويه، احكي لي كده عن طقوس مؤمن في يومه في الشغل بيبقى عامل ازاي؟ والله ما بلحقوش يعني، هو طول بيجري في الشركه دي اول حاجه. تاني هو من عالم محبوب يعني، هو طول الارض بيحبه في الشركه من اول ما يدخل الشركه لحد ما ميعاد خروجه في لفه بتحصل يعني، تلاقيه عمال ينده على نفس الطرقه، الناس بتستقبله والناس بتودعه. طبعا والله. ففي ورجاني يعني هو محترم جدا، مثال لكابتن الخلوق. عارف انت الخلوق دي؟ الخلوق. اخدت بالك من اللغه العربيه؟ هو من مثال للراجل ده. الله يخليك يا ليلى، انا شاكر لتليفونك جدا يعني. طيب ليلى حاجه تاني برضو، يعني طقوس مؤمن ساعه ماتشات الزمالك في الشركه بيبقى عامل ازاي؟ احكي لي بقى. بص هو انا مش هينفع اعترف عليه ليه؟ لان احنا عشنا، فما يصحش ان انا اعترف عليه في اول مداخله ليا، فانت ما تبرجرنيش عشان مش هقول لك حاجه. لا سرك كبير، مفيش بس حد بيسمعنا خالص، احنا بس مع بعضينا كده. عايز تعرف ايه؟ لا انا احنا مع بعضينا كده يعني سر، عايزين نعرف طقوسه في ماتشات الزمالك يعني. في الشغل كده لما تيجي الشركه عندكم بيعمل اول حاجه هو ما بيردش عليا في التليفون يا ماتش الزمالك قبل وبعد، تحس ان في 3 ايام يعني هو في 3 ايام فوائد عليا في ماتش الزمالك، فكان طبعا انا مش هرد على حد. دي حاجه ما بيدينيش فرصه للشماتة بعد الماتش. طبعا انا مش هتكلم عن ماتش 5-0 لان يمكن يعني ده كان حدث فكري مهم اصلا هو حصل، وبرضه ما ردش عليا فيه، فانا تقريبا كسبني في التعليق بقى. عارف انت الزمالك لما يتارجت هو برضه
لا انا عايزه اسالك سؤال مهم جدا. مؤمن قال لك ايه بعد سموحه ما كسبت الاهلي 3-0؟ لا ما اقدرش، لا كل سموحه وش يعني. طبعا كانت فرصتي للشماتة، بس انا كان محترمه طلع على الجون تاني يوم عادي. احنا كان ربنا يجيب لنا حقنا دي في بلدنا، فعشان كده يعني سيبناهم يروحونا، مفيش مشكله. الله علينا النتيجه في الاخر 3-2 3-0 كلنا اتصفرنا بالاخر. مش هنتكلم في الموضوع ده، احنا بنتكلم في روح رياضيه دلوقتي. شكرا عليكم وكتير ودخلات كتير يعني، بس ربنا يسعدك يا رب دايما واشوفك مبسوط. وماتش في الزمالك هتبقى مغربه في الدنيا، وللاسف يكون وشك حلو عليهم يعني. احنا عايزينه على طول كده. للاسف بالنسبه لها. بالنسبه لك لا ان شاء الله يا رب اللي جاي يكون افضل. وانا يعني مبسوط لتليفونك جدا يعني، ربنا العالم انت يا ليلى يعني اخت ليا وغاليه قد ايه يعني. انا شاكر لتليفونك جدا يعني. اشكرك جدا يا ليلى. بشكرك جدا، وان شاء الله يعني يبقى دايما الزمالك والاهلي، الزمالك بطل الدوري والكاس والسوبر وكده. أيوة. والاهلي الوسط مش مشكله. هو حاليا دوري الشركات بالمناسبه. هو المستحوذ على كل حاجه. ما تخليناش نخش في الموضوع دوت يعني. انا احكي المكالمه بشكل لطيف مش اسلوب والله. نورتينا والله بتليفونك يا ليلى، ومبسوطين جدا بيه. شكرا، حلقه سعيده ان شاء الله. ربنا مع يخليك. السلامة. ربنا يخليك. حلو نشوف بقى برضه. الروح الرياضيه دي. يعني تقول لك ما بيسمحش لحد اصلا انه يشمت. لا انا يعني بيبقى في حاله طارئ بعد ماتش الزمالك اللي انا ببقى متضايق منها شويه، حتى انا ما بردش حتى على زمايلي الزملكاويه اللي ممكن يعوزوا يواسوني او كده، لا ببقى واخد جنب شويه. بنقفل كلنا ذلك كلنا ذلك الرجل. طيب احنا برضو كده عشان ندي للناس فرصه ان هي تبتدي، لو حد عنده سؤال لمؤمن يبتدي يشاركنا بيه عن طريق الكومنتس بتاعته على الفان بيج بتاعتنا على الفيسبوك بلانكو اف ام، او عن طريق رقم التليفون اللي تقريبا ان شاء الله ربنا يا رب ما يسكتوش خالص النهارده يعني. التليفونات ما شاء الله ورا بعضها، فيعني معانا مفيش تليفون مشكله. بقى. تعالوا ناخده قبل ما نطلع الفاصل، مفيش مشكله. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. معاك حماده محمد. ازيك اتفضل يا يا حماده، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. معاك مؤمن. انا ببث على مؤمن طبعا، النجم الكبير يعني، ومشرفنا دايما يعني في الاستاد. تسلم. وانا مبسوط وسعيد يعني ان هو موجود معاكم والله. الله يخليك. ربنا يخليك. حابب تساله على اي حاجه؟ لا انا بعتب عليك بس يا استاذه ندى ان انت كنت ماشيه بوست لما في الماتش اللي قبل اللي فات ده، اما كان ايمن حسن المدرب مطلع ايمن ومنزل كيلودار. تمام. فانت ماشيه بوست وتقولي ازاي يطلع ايمن ويسيب زفت كهربا. لان فعلا كهربا كان مستواه كان سيء جدا 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 جدا. ماشي هو سيء جدا، ما ينفعش احنا يعني نشتم لعيبتنا. لا بص هقول لك على حاجه، هي بتبقى انفعالات بتاعه الماتش يعني، مستحيل تقدر تقولي ان انت نفسك بتبقى تتفرج على الماتش وفي كوره بتضيع انت نفسك ما بتبقاش منفعل قوي قوي قوي، بتتخرج اكتر من كده. كهربا يمكن من يوم انا شايفاها كده، كهربا من يوم ما جه الزمالك يمكن ما لعبش ماتش غير ماتش اورلاندو اللي احنا كسبنا فيه 4، ده الماتش الوحيد اللي تقريبا كان كهربا بيلعب فيه اداء جماعي، وامبارح. لكن قبل كده كهربا بيلعب لنفسه، حتى في ماتش تشاد اللي احنا خسرنا فيه للاسف هناك 1-0، كهربا بيلعب لوحده ومنعزل تماما عن خط الهجوم، في حاله انعزال. انا ما اعرفش سببها ايه، هل هي سبب ان هو عايز يطلع مهاره، هل هو سبب ان مشكله في الخطه الفنيه؟ انا ما عنديش معلومه اكيده يعني، لكن دي عادي انفعالات حد زملكاوي نفسه اهم حاجه بالنسبه له هو الزمالك، معلش لا كهربا ولا اي لعيب، كل اللعيبه الكبار اللي اخدوا بطولات يمكن 16 و18 و20 بطوله مع الزمالك مشيوا، بيبقى الزمالك. تمام ماشي، بس برضه ما ينفعش يعني نتكلم على لعبتنا هي لحظه معلش يعني، هي لحظه حد انا فاهمه بالظبط، بس انا بس بوضح له كهربا عنده اكتر واحسن من كده مليون مره يعني. شوف كهربا لما وظف مهارته الجماعيه عمل 3 اسيست وجاب جون. امبارح كمان لما وظف مهارته الجماعيه كرة في العارضه وجون، غير يمكن كان بيوصل المهاجمين بتوعك جوه ال 18. انا نفسي المدير الفني او نفسي حتى اللعيب نفسه، معلش مفيش لعيب تايه عن حجم قدرته او حجم مهارته او امكانياته. انت عارف انه طول ما انت بتلعب لوحدك انت اكيد مش هتكسب، بس دي بتبقى تبع ظروف الماتش يعني. في الماتش مثلا محتاج مهاره فرديه عشان يعمل حاجه بيها، هو عنده الامكانيات يعني. لعيبه الزمالك بسم الله ما شاء الله خط الهجوم كلهم عندهم الامكانيات دي.
والله انا زي ما بقول لك هو يعني كان انفعال ماتش. انا شايفه ان هو بيلعب دفاعي، قد تكون وجهه نظرك تختلف عني وانا احترمها جدا، لكن انا كتبت فعلا يوميها اللي انا كنت شايفاه من كهربا كان خارج نطاق الخدمه تماما. يمكن مش كهربا لوحده، بس عارف دايما بتبقى عتبك على اللعيب اللي عنده مهاره، غير لعيب حفيظ بينفذ. بس اللعيب اللي دايما عنده مهاره بقى عتبك عليه اكتر، لان انت بالظبط زي مصطفى فتحي. يعني مستحيل مثلا هتبقى بتعاتب على مصطفى زي لعيبه تانية، لانه مصطفى هو ده اللي بيدخل بيجيب لك الحل، هو ده اللي بيقدر بيشكل خطوره على مرمى الفريق التاني. ومعلش انت كنت خسران ومتبهدل، يعني احنا ما كناش خسرانين بس، ده احنا كنا متبهدلين جوه الملعب، احنا كان ممكن نخسر اكتر من كده للاسف. ان شاء الله المستقبل جاي، واللعيبه ديت احنا لعيبتنا كلهم صغيرين وهم هيشيلوا النادي ان شاء الله. يا رب يا رب. ونتمنى نشوفهم في افريقيا، يعني اهم حاجه كمان ان احنا نشوفهم في افريقيا علشان ان شاء الله بطوله افريقيا من نصيبنا السنه دي ان شاء الله. يا رب نعمل بقى الخماسيه في عين العدو ان شاء الله. معاك مؤمن، انت كلمتني انا وانا يعني مش بتاعه الحلقه دي. ماشي، شكرا يا فندم. بس منتظرين بقى لو تعرفوا تقولوا لنا الكابتن جمال حمزه معاكم. يعني الكابتن جمال كان معانا من يمكن اسبوعين، بس ان شاء الله في جزء تاني هنعمله وهننزله على الصفحه ان شاء الله قريب. ماشي، انت لما تطلع مع الكابتن خالد الموضوع برضه تنورينا يعني. ربنا يخليك مرة كده عابرة. ماشي شكرا. ربنا يخليك يا حماد، ربنا يخليك، شرفتنا. مع السلامة. مع السلامة. طيب سريعا كده قبل ما التليفونات تيجي تاني نطلع فاصل. لا احنا نطلع فاصل ونرجع بقى نكمل كده مع مؤمن في ذكريات زملكاوي. رقم التليفون بتاعنا للناس اللي بتسأل عليه لو حد حابب يتصل برضو 010 936 3878 والفان بيج بتاعتنا على الفيسبوك بلانكو اف ام. نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم ذكريات زملكاوي وضيف الحلقه اللي منورنا النهارده في الاستوديو مؤمن مرجان. نطلع فاصل ونرجع ليكم مره تانية. هتطول في الفاصل؟ براحتي على فكره. طيب. كل ما اقوم من النوم بسمع بلانكو، فيها اغاني وفيها برامج على كيفي، مش ممكن يومي يبدأ من غير بلانكو، لو حتى الدنيا تلج بتبقى هي صيفي. اسمع بلانكو دايما بلانكو انتوا لسه بتسمعوا برنامج ذكريات زملكاوي. رجعت انا من اول فاصل بعد ما كان احمد هو اللي عايز يرجع، بس ما ينفعش يا احمد. طبعا منشرفنا النهارده احتراما للراجل الكبار ده، مش احتراما للراجل الكبار. معانا الزملكاوي الاصيل اللي قلبه ابيض بخطين حمر، معانا مؤمن مرجان، ومستنيين يعني عايزه اقول لكم كم التليفونات اللي جات لنا كمان في الفاصل، فمستنيين تليفوناتكم على 010 936 3878، مستنيين كمان تعليقاتكم على الفان بيج بتاعتنا بلانكو اف ام. طيب خليني بقى كده بالظبط يعني انا هسأل يعني خلاص اديتيني الايه؟ الاذن. الفاصل اللي جاي انت مش هتبقى معانا على فكره، خلي بالك يعني. كلمه كمان واطلعك بره الاستوديو دلوقتي واحنا في الفاصل ده. طيب مؤمن خلينا نتكلم بما ان اطار البرنامج بتاعنا اسمه ذكريات زملكاوي، واحنا بنتكلم يمكن شويه عن الزمالك اكتر زمان ما احنا بنتكلم عنه دلوقتي. احكي لي كده بدايتك انت كده مع تشجيع الزمالك يا مؤمن كانت عامله ازاي؟ بص انا يعني الزمالك انا يعني والدي كان على طول من صغري يعني انا اولا يعني حاجه شخصيه شويه. انا يعني في الاول ده كان اللي حصل لي ده كان عباره عن هزار يعني، ده مبدئيا يعني. انا كنت عادي بمشي على رجل عادي، فاللي حصل ده كان عباره عن هزار مع واحد صاحبي يعني. فعايز اقول لك ان انا يوميها انا كنت الحاجه المفضله او اللي انا كنت بحبها كانت لعب الكره. فيمكن اللي ساهم في زياده الاصابه ان انا لما رجعت من الوقعه دي لعبت كوره. تمام. فحب للعب الكوره ده او الزمالك تحديدا، لان انا يعني الحمد لله مش هقول اتحرمت ان ربنا يعني عوضني في حاجات تانية كتير قوي، يعني ابقى ناقم لو انا قلت ان ربنا خد مني حاجه. ربنا عوضني في حاجات تانية كتير، ربنا يديمها بس عليا يعني. ان شاء الله باذن الله. فحب للكره ده
طلعته كشحنه في حب للزمالك. طبعا اللي ساعدني في الموضوع ده والدي وعيلتي، ربنا يخليهم لي يا رب. ان هو كان بيعوضني بده ان هو على طول يوديني الاستاد. انا حضرت الجيل بتاع كابتن طارق يحيى وجمال عبد الحميد. كنت لسه اسالك بقى على اول جيل حضرته انت بقى للزمالك كده، وتشجيعك بقى معاك كان عامل ازاي؟ لا الجيل ده جيل اللي حببنا فعلا في الزمالك، ده الجيل اللي كان بيلعب للزمالك ومش مستني حاجه. ده ما كانش فيه فلوس، ما كانش فيه احتراف في الوقت ده. هو الحب هو اللي كان بيقودك انك انت تلعب للفرقه دي. فكان يعني لان كمان كان في صعوبه في مواضيع مصر ما كانتش متطوره في مواضيع الكراسي المتحركه والاجهزه في الفتره دي، من حوالي احنا بنتكلم حوالي حاجه و30 سنه. مظبوط. فكان يعني والدي كان علشان حبي للزمالك ما كان بيساعدني بانه ممكن يشيلني يوديني يعني. لا والله. يعني يشيلني حتى كنوع من الدلع عشان ما ابقاش محرج، كان بيشيلني على ظهره كده، عارف انت زي الحجاج. زي الحجاج. عارف انت زمان كده يعني يشيلوا الاطفال كده على ظهرهم. فكان بيساعدني في ده، فزود يعني حبي للثالثه يمين وللجماهير من صغري، يعني موجود من صغري الحب ده معايا. طب ايه اكتر لعيب، او مين اكتر لعيب بقى، مش ايه، مين اكتر لعيب انت كنت متعلق بيه وانت صغير وحبيت الزمالك علشانه؟ ما هو غصب عننا كده كلنا، كل واحد فينا حب الزمالك علشان حد. مين الحد اللي حبب مؤمن في الزمالك اكتر واحد؟ كل جيل كان في حد يعني يبقى موجود فيه علامه بارزه كده تخليك تحب النادي، تكمل مسيره الحب مع النادي برضه. ما فيش يعني جيل ما كانش يعني في نجم او في لعيب يحببك في الزمالك. طيب يعني خلينا نكمل معاك، بس تعالى ناخد التليفون دوت وبعد كده نرجع نكمل تاني. الو. الو. ايوه مساء الخير. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. نتعرف بيكي. حنان. ازيك يا حنان؟ بلدياتك مش عامله ايه يا حنان؟ معلش. عامله ايه؟ الحمد لله. ازي صحتك؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير. اتفضلي. الحمد لله. استاذ احمد ازي ازيك يا صحتك؟ حنان؟ الحمد لله، ربنا يخليك، كل سنه وانت طيبه. الحمد لله تمام. استاذ مؤمن. اهلا. ازيك حنان؟ عامل ايه؟ ازي صحتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله فضل ونعم. الحمد لله بخير. الحمد لله. ربنا يا رب هو يعني ايه يزود فرحتك على قد ما فرحتي زادت امبارح بالجون ساعة لما شفتك فرحان. الحمد لله الحمد لله. احنا يعني بنحب يعني الزمالك هو الحاجه الوحيده اللي بتفرحنا والله، فربنا يديمها علينا يا رب ان شاء الله. انت فعلا كلامك معاك حق يعني، بس فعلا فرحتي بالجون كانت حاجه، وشوف بقى اللي هي انضربت في كذا ضعف ساعة لما فعلا لقيتك كده فرحان. ساعات كده بتزيد لما بتلاقي حد برضه فرحان زي ما انت فرحان يعني. الحمد لله. لا هو حد بيفرح من قلبه بجد. هو الزمالك هو اللي بيخلي الفرحه دي موجوده عندنا بجد يعني، وعلى العكس برضه بيخلي الحزن ده موجود عندنا بجد برضه لما بيتعرض لاي هزيمه او نتيجه ما تبسطناش يعني. بس ربنا يكرم. ما هو انت ان شاء الله بقى تشوفك على طول، علشان كده بصراحه حزن على حزن كده حاجه. ربنا يكرم والله يعني الموضوع ما بيبقاش سهل، انت عارفه لعدم حضور الجماهير ده، بس بنعمل محاولات، نعمل تزويغات كده، بنعمل والله. بس الناس ما بتتاثرش علينا في نادي الزمالك، بيساعدونا، هم شايفين ان الواحد متحمس وعايز يبقى ورا الفريق، فبيساعدونا ان احنا نكون متواجدين. ودي فرصه برضو بشكرهم من هنا يعني، انهم بيدوني فرصه اكون موجود حوالين اللعيبه دي ومعاهم يعني. لا هو كده ان شاء الله يا رب نشوفك دايما فرحان، وفرحتنا تزيد مع فرحتك، ويبعد علينا الزعل كلنا يا رب ان شاء الله كده. امين يا رب. وكل عام وانتم بخير، ودايما كل زملكاويه متجمعين على خير ان شاء الله يا رب. اللهم امين ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ان شاء الله. شكرا جدا يا حنان. شكرا. السلام. باي. طيب بلديات يا لازم ندى تنكش شويه في اي حاجه على الهواء، ولا تقريبا حاجه على الهواء دلوقتي. طيب ارجع تاني لمؤمن. كنا بنتكلم من شويه على مين اكتر لعيب انت كنت بتحبه او ارتبطت بيه وخلاك حبيت الزمالك بزياده. انت رديت عليا قلت لي ان كل جيل كان فيه لعيب انت بتحبه وبالتالي انت كملت المسيره. خلينا ناخدها من البدايات كده يعني. انت قلت لي انت اول جيل حضرته كابتن طارق يحيى، والفتره دي او المرحله الزمنيه دي مين اكتر لعيب في الجيل ده انت كنت حبيته ومتعلق بيه؟ الجيل ده الجيل اللي هو جيل بدايتك بقى. يعني جيل كابتن طارق. انا كان الكابتن طارق طبعا يعني طبعا من الناس اللي الواحد حبيب الواحد في الكوره في الجيل ده. والهداف يعني جمال عبد الحميد طبعا، الواحد ما يقدرش ينسى جمال عبد الحميد. معانا تليفون. طيب تليفونات كتير الفتره اللي جايه، فتعالوا ناخده ونقول الو. 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 ايوه. السلام عليكم. السلام. تعرف بيك؟
مروه. ازيك؟ معلش يا مروه بس قبل ما تكملي كلامك انا واخد بالي يا مؤمن ان ما شاء الله دلوقتي لحد دلوقتي يعني 3 بنات وولدين. فيعني ما شاء الله ابتدينا يعني ننقى لا مش نقى والله، بس يعني بنلفت نظر المستمعين لحاجه كده ملحوظه يعني عطاير كده. خلوا بالكم يا جماعه. اتفضلي يا مروه. اتفضلي يا مروه. ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. بس فعلا فرحة الركون كانت حاجة وشوف بقى اللي هي ضربت في كذا ضعف كانت مروه لما تقريبا بتسمع يعني مروه بتسمع من الراديو فالصوت حد برضه حلوة. ايوه انت بتسمعينا من الراديو مش كده؟ طب معلش ممكن توطيه شويه؟ اوطيه خالص. اوطيه خالص. هي بتسمعنا من الراديو ف لسه حنين بتتكلم معانا في الراديو. لا بس أيوة مروة. معاك. كده تمام. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ممكن اتكلم مؤمن؟ طبعا اتفضلي. كده وكلنا احنا ما كناش بنتكلم مروه اساسا، احنا كنا قاعدين بنتكلم حنان اللي قبلها. الله الحمد لله. ازيك يا مروه؟ ازيك يا مروه؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله. مروة من الشخصيات الزملكاويه اللي الواحد بيعتز بيها يعني. دي اختي ربنا العالم، وكان احد العوامل او الاسباب انا عرفتها من صوتها اولا لان صوتها محفوظ بالنسبه لي ومحفوظ في البيت عندنا يعني. فكانت من العوامل اللي ساعدت. الله يخليك يا مروه، من العوامل اللي ساعدت في ان انا كنت موجود في ماتش النجم الساحلي يعني. فربنا يكرم يا رب ان شاء الله، ودايما تبقى مبسوطه معانا بالزمالك ان شاء الله. ربنا يخليك يا مؤمن. انا عايز اقول لكم ان مؤمن بقى قلب ونبض كل الزملكاويه يعني. وجوده في كل الماتشات بقى مؤثر جدا يعني، مؤثر جدا للعيبه وبيديهم حافز وعليهم كبير. الو احنا معاك يا مروه، احنا معاك. بتمنى المسؤولين يعني يكون يعني في احقيه لحضور مؤمن كل المباريات، لان هو دي حاجه تسعدنا احنا كجمهور نادي الزمالك، واكيد برضه هتدي حافز معنوي كبير للعيبه يعني. اكيد يعني صوتك المفروض يا رب كده يوصل لحد من المسؤولين، يا ريت حد يكون بيسمعنا اساسا دلوقتي وربنا يكرمه. والله بعدين مؤمن ده يعني حد جميل جدا يستاهل كل خير بجد والله. حتى امبارح في لقطه الماتش بتاع الكهرباء هو بين الشوطين قال لي كهرباء انت هتجيب جول. ايه الرياض دي. شفت السر بقى. ايه التفاصيل اللي في النص دي؟ ايوه يعني انا كنت حاضر الماتش في المقصوره الرئيسيه ونزلنا بين الشوطين ومؤمن قال لكهرباء ان هو هيجيب جول وكده، فعشان كده كهرباء جري عليه وكده ولما جاب الجول فدي حاجه جميله جدا يعني. طب يا جماعه ما ذكريات زملكاويه يا جماعه اهو، السر ورا احتفال كهرباء يعني طلعنا لكم على الهوا دلوقتي اهو. لا وبعد كده لازم تكبر في ودن كهرباء. قبل كل ماتش لازم انك تكبر في ودنه. تمام. انا مشكور جدا، ولو عندك حاجه حابه تقوليها لمؤمن كده سريعا برضو عشان ندي الفرصه لناس ثانيه ان هي تتصل. بتقول لهم كل خير وكل سعاده عشان هو بجد انسان يستاهل كل خير وربنا يكرمه ويوفقه في حياته يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يا رب. شكرا جدا يا مروه. شكرا ربنا يخليك. سلام. يا ريت يا جماعه بس لو حد هيتصل بينا وانت بتسمعنا من الراديو حاول تطفي الراديو او توطيه قبل ما تتصل، لان الصوت بيبقى فيه تاخير شويه وبيعمل مشكله عندنا احنا كنا قاعدين بنتكلم مع مروه دلوقتي ربع ساعه وطلعت في الاخر حنان يعني. طلعت في الاخر حنان يعني. هو طلع في الاخر احمد بينق بقى البنات لا ربنا يزيده ويبارك يا ستي، احنا مش بنقول على الراجل يعني، ربنا يزيده ويبارك. ايوه طيب. بس ملحوظه يعني يمكن لفتت نظري دلوقتي في كلام مروه ان لازم حد من المسؤولين، هو يعني ده اللي انا كنت بتمناه عموما مش لمؤمن او لجماهير نادي الزمالك. اولا هو في جماهير نادي الزمالك كتير قاعدين على كرسي وانا على تواصل معاهم على الفيس ويمكن متحمسين اكتر مني كمان، بس ما فيش الفرصه هنا انك انت يبقى ليك يعني زي ما شفت انا مثلا لما رحت الامارات في الماتش السوبر في مكان مخصص في حاجه مفيش تجهيزات جوه الاستاد عندنا بالظبط كده. في تعب انك انت تروح تحضر في مدرج، ناس تشيلك ناس تقعدك في تعب، مفيش مكان مخصص لذوي الاحتياجات او يسهل عليهم حضور المباريات، وبالتالي مش هتلاقي ده في جماهير الزمالك وبرضه جماهير الاهلي والاسماعيلي. ما هو موجود جمهور مصر عامه يعني بالظبط. وعشان كده يعني كان حضوري يمكن يكون يعني حاجه فريده الناس ما شافتهاش قبل كده. احنا معانا تليفون. الو ايوه مساء الخير. نتعرف بيك. ايوه الو. هو واضح ان عنده مشكله تقريبا في الاتصال فمعلش. كانوا 2 3 بس يلا مش مشكله يعني، حاول تكلمنا مره تاني.
طيب يعني احنا بنعتذر للناس برضو عشان ضغط التليفونات، فحاولوا تكلمونا مره تانية، وان شاء الله باذن الله مؤمن معانا كده كمان شويه واحنا سهرانين مع بعض النهارده يعني. ان شاء الله باذن الله. طيب نرجع تاني مؤمن للسؤال اللي مش عارفين نكمل اجابته لحد دلوقتي. انت قلت لي في البدايات الجيل اللي انت كنت بتشجع فيه كان كابتن طارق يحيى وكان كابتن جمال عبد الحميد. بالظبط يعني. حلو، وانت ماشي بقى كده يعني قول لي كده كل جيل كان مين اكتر حد معلق مع مؤمن وخلاه يعني بيحب الزمالك وبيشجع الزمالك؟ في طبعا زي ما احنا قلنا، حتى الاغنيه بتاعت الثالثه يمين تقول لك يعني ناس تمشي وناس بالظبط كده. فكل ما جيل بيمشي بيبقى فيه حتى مش مشكله الجيل كله يبقى سوبر يعني، لكن في شويه لعيبه تفضل معلقه معاك يعني. برضو فريق الاحلام احنا فاكرينه، حازم امام طبعا في الجيل ده، احمد الكاس في الجيل ده طبعا. الناس دي يعني برضو معلمه في الواحد، وحازم ده يعني نجم على مستوى العصور، مش الجيل ده بالظبط. طيب. حتى الجيل اللي احنا متواجدين فيه دلوقتي بقى. ده جالنا التليفون تاني، بس يا رب تكون الشبكه بس عنده اتظبطت شويه. الو الو ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين؟ الو ايوه معاك. مين؟ حسام كرم. ازيك يا حسام؟ عامل ايه؟ حسام كرم. ازي حضرتك يا ندى؟ عامل ايه يا حسام؟ ازيك يا احمد؟ ازيك يا حسام، اخبارك ايه؟ عامل ايه يا حبيبي؟ تمام الحمد لله، كل سنه وانت طيب. منورين بجد، صوتكم جميل جدا، ومؤمن الجميل الزملكاوي الاصيل. حبيبي منور يا مؤمن. حبيبي حسام اخويا والله، ربنا العالم يعني. تسلم لي حبيبي. حبيبي ربنا يخليك يا رب، وكنت منور امبارح على الشاشه حبيب قلبي والله. وده نور كل الزملكاويه، نور جماهير الزمالك كلها والله، ربنا العالم. ربنا يخليك يا حبيب قلبي يا رب، وما تفهمش منك ابدا كده، ودايما كده تبقى في تفرحنا دايما كده، تكون دايما في الاستاد. دعواتك يا رب ان شاء الله يكون ده متاح لينا يعني ان شاء الله، واحنا ما نتاخرش. حبيبي يا ريس، حبيبي حسام. حبيبي ربنا يخليك يا رب. عاوز اقول لمؤمن ربنا يا رب يديك الصحه كده، دايما تكون وشك خير لنادي الزمالك، وان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله اكون اسجل مع حضرتك يا مؤمن. ليا الشرف ان انا اسجل مع مؤمن الزملكاوي الاصيل، اللي انا بحب اخويا الكبير. ليا شغل، اتمنى شغل دايما كده في احسن حال يا رب. دعواتك يا حسام، وده شرف ليا، وزي ما قلنا اي حاجه للزمالك ما نتاخرش عنها يعني. ربنا يخليك يا مؤمن يا رب. اشكرك جدا يا دايما مع الزملكاويه المحترمين، الاستاذ ندى، ربنا يخليك. والاستاذ احمد عبد الحليم، والنادي الجميل، الشرف المستفيق، القلب الطيب. ربنا يخليك. ربنا يخليك. اشكرك جدا يا ربنا يخليك حبيبي. ربنا يخليك يا حبيبي، اتمنى لكم كل خير، واسف على الازعاج. لا خالص، ده مكانك تنورنا في اي وقت. ربنا يخليك يا رب يا استاذ ندى، وانا قافل دلوقتي عشان في ناس كتير جدا زملكاويه بيحبوكم وعايزين يقولوا اكيد. ربنا يخليكم، شكرا جدا لحضراتكم. مع السلامه. مع السلامه. انا عايزه اقول لك اصلا ان مؤمن كمان النهارده كان عنده فرح، وانا للاسف يعني خليته كنسل فرح عشان يجي. لا والله انا يعني فرحي في اي حاجه للزمالك ده فرحي بجد يعني، وانا زي ما قلت برضو ما اقدرش اتاخر يعني عن اي حاجه للزمالك. تمام، احنا كنا وصلنا للجيل بتاع الكابتن احمد الكاس وحازم امام، ونوصل للجيل اللي احنا فيه ده. هنوصل ان شاء الله يعني. كمان دقيقه بالظبط كده لو انجزنا والناس ما اتصلتش يبقى هنلحق ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. في جيل برضو يعني ما ننساهوش، ده معلم عند الزملكاويه كلها، جيل كابتن خالد الغندور وايمانويل طبعا. الناس دي طبعا تاريخ طبعا. ايمانويل ده احسن يعني افريقيا يعتبر جه في مصر، ومش هنجيب زيه تاني يعني بصراحه. فالجيل ده برضو من الاجيال المؤثره في او حببت الواحد في الزمالك يعني. الجيل ده تحديدا يمكن قليل ما كنت تطلع منه لعيب مش قوي، مش حلو. ده يعني ده الاستثناء. بالظبط ده الجيل الاستثناء فعلا يعني. والزمالك خد فيه تامر عبد الحميد وصبري وكان مدحت عبد الهادي، وكان عبد الحليم علي لا كانت اسماء كتير يعني. منظوم. تمام. مؤمن يعني خلينا نطلع فاصل سريع برضو كده ونرجع نكمل بعد الفاصل. هنتكلم برضو في شوية حاجات، ويمكن مروة كانت قالت لنا ان هي كانت السبب يعني، او هي وصلت لك لمباراة النجم الساحلي. مؤمن اللي قال ان هي كانت فعلا هما الاثنين عشان دخلوا مع بعض، فانا يعني معلش لا حاضر هركز مفيش مشكله. هنتكلم على ماتش النجم اللي يمكن بدايتك مع جمهور الزمالك وبدايه ان الناس بقى تتعلق بمؤمن كانت في مباراه النجم الساحلي. عايزك بقى كده تستفيض في الحديث عن مباراه النجم كده، احكي لي من الاول خالص بقى صحيت من النوم ازاي. بص يعني المايك معاك. رقم التليفون بتاعنا 010 936 3878 والفان بيج بتاعتنا على الفيسبوك بلانكو اف ام. نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم، وانتوا لسه بتسمعوا ذكريات زملكاوي على صوت الزملكاويه بلانكو اف ام. ومنورنا في الاستوديو مؤمن مرجان مشجع نادي الزمالك العظيم على بلانكو اف ام الرياضه.
على بلانكو اف ام السياسة. انتخابات زمان المجلس مشتكي التصويت يا جدعان محتاج لي مفهومية. انسان انتخابات بقى ليا مكان في بلدي حسيت فيها بكياني، بقى ليا مكان يا بلدي جه وقتي وجه اواني، دلوقتي لصوتي قيمة مش ممكن اضيع. على بلانكو اف ام الفن. هالعالم نسي شو يعني كلمة أنا بحبك، أضواء الشهرة بتعنيلن أكتر مني ومنك. هالعالم نسي من الآخر ومن غير كلام كتير، كل اللي نفسك فيه على بلانكو اف ام هتلاقيه. بلانكو اف ام صوت الزملكاوية. انتوا لسه بتسمعوا برنامج ذكريات زملكاوي. ورجعنا لكم من تاني فاصل. النهارده ذكريات زملكاوي مع الزملكاوي الاصيل مؤمن مرجان، ومعانا طبعا يعني تليفونات برضو في الفاصل، فمعانا تليفون ونقول الو. ايه الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ايمن؟ ازيك يا ندى؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله تمام. ايمن يو دبليو كي ان صح؟ تعملين دعايه مش كده؟ ازيك يا احمد عامل ايه؟ تمام الحمد لله. ازيك يا ايمن؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. استاذ مؤمن حبيبنا الزملكاوي الاصيل. ايمن تسلم الله يبارك لك. عامل ايه؟ وصل والله كل جماهير الزمالك. اخبارك ايه؟ جماهير اصيله يعني. الحمد لله بخير. ربنا يخليك يا استاذ مؤمن. كله تمام؟ تمام والله بفضل ونعم الحمد لله. انا كنت عايز اتكلم بس شويه مع استاذ مؤمن بعد اذنكم. معلش انا شويه. اتفضل حبيبي اتفضل. كنت عايز اقول لك ان احنا يعني زي ما احنا فخورين بالزمالك وان احنا ده حاجه طبعا تبسطنا وتسعدنا، احنا برضه بنبقى فخورين جدا لما بنشوف مشجع زي حضرتك او مشجعين اوفياء فعلا او بيشجعوا باخلاص، بيشجعوا بحب، بيشجعوا عندهم انتماء بجد. يعني انا بشكرك جدا، وعمرنا في حياتنا ما ننسى دموعك يوم ماتش النجم الساحلي طبعا في الاستاد. فعلا دموعك عالية، يعني دموعك بجد غالية علينا كلنا حبيبي. وانت بجد يعني انا ما بتكلمش والله عشان خاطر يعني عشان خاطر مش مستني ان حد يشكرني او كده، بس انا بتكلم فعلا ان الزملكاويه بالذات يعني انا للاسف انا بره مش عارف ان انا يعني مش عارف اسمعكم، مش عارف اسمعكم في الحلقه لان عندي مشكله في النت. فانا بتكلم بالنسبه لجمهور الزمالك بالذات يعني ده اوفى حاجه موجوده ممكن تكون في الكون كله. يعني الناس بقى بتقدر تقول لا ده جمهور بروسيا دورتموند، جمهور ما اعرفش ايه. انا بالنسبه لي انا مفيش جماهير مجنونه فعلا وعندها العشق والانتماء والحب والوفاء ده زي جمهورنا احنا، يعني زي جمهورنا الزمالك. دي مش مبالغه او مجامله والله، بس دي حقيقه. يعني انا بلخص كل الكلام ده في استاذ مؤمن مرجان موجود مع حد. حبيبي ايمن والله هو جمهور الزمالك اللي علمنا حته الانتماء دي من الحب فعلا الزياده. في ناس بتستغرب لاني مهما ما انت تفضل توصف او تحكي او ده يا جماعه انا بحبه عشان كذا، لا وفر كلامك ده لان ده احساس هم مش هيفهموا. لكن يعني حبك ده حبك للزمالك بيبقى زي حبك لاخوك، زي باباك، زي حبك لمامتك. ما يتوصفش، هتوصف تقول ايه يعني؟ اكيد طبعا اكيد فهموه او ما فهموش، لا دي حاجه احنا اتولدنا بيها يعني. اكيد طبعا. يعني انا يعني شاكر لتليفونك ولمشاعرك دي والله من ناحيتي وانا اسف انا يعني بكيت زملكاوي كتير والله بس كان غصب عني يعني. فانا يعني شاكر لتليفونك يعني على راسي من فوق والله. اخر طلب بقى ممكن؟ امرني. اتفضل. كده الاب بتاعي انا لقيت لك اب بقالي شهر. بس لازم اقول لك على
انا هقول لك على حاجه، وانت طبعا العذر على الهوا برضه. الامر لا يعني انا هقول لك على حاجه، يعني ده طبعا شرف لي ان انا اقبل كل الزملكاويه والله، بس انا عايز اقول اكيد طبعا والله، وانا عارف ان في عدد معين مسموح بيه، انا عارف والله. مش انا عارف هو انا ما شفتوش، لاني يعني اسمك اللي هيشرفني ده ان شاء الله النهارده هتلاقيه وسط مثلا. اكيد ان شاء الله. انت ممكن تحذف اي حد ممكن تحذف اي حد وتدخلني معاك. طيب ممكن تبعت لي يعني رساله قول لي انا ايمن اللي خلاص. حاضر يعني صفحتي تتشرف بيكم في اي زمن. ربنا يخليك الشرف ليا، ميرسي جدا يا استاذ بابا، ميرسي جدا يا ندى، وميرسي جدا. ربنا يخليك يا ايمن، شرفنا جدا بتليفونك. في انتظار بقى كابتن عمر، يعني قول يا رب. انا عارف ان هو صعب، بس يعني حاولوا معلش. حاضر ان شاء الله، حاضر والله، حتى يعني في اسوأ الظروف ممكن يبقى تليفون حتى. ان شاء الله ماشي، مش مشكله، المهم ان هو يعمل مداخله معاك. اكيد ان شاء الله ان شاء الله. ميرسي جدا يا شكرا يا ايمن، بشكرك. مع السلامه. بس بقى من ضمن التعليقات اللطيفه جدا جدا مؤمن عبد الكريم زميلنا هنا بيقول لك قولوا المؤمن مؤمن بيسلم عليك يا مرجان يا طيب. سلام وصل يا مؤمن اهو. سلام وصل يا مؤمن. بسلم عليك يا مؤمن اهو. معانا تليفون من السعوديه، نقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا احمد؟ الحمد لله تمام. مين معاكم عمرو من السعوديه في الرياض. اهلا بيك. اهلا، ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله تمام بخير. الحمد لله. معاك طبعا مؤمن باشا. حبيبي عمور عامل ايه؟ ازيك يا حبيبي؟ كله تمام الحمد لله بخير والله حبيبي. ايه اخبارك؟ كل سنه وانت طيب. صحه وسلامه يا رب، ودايما تبقى في احسن حال كده يا رب ان شاء الله. الله يخليك يا حبيبي. بص بقى، انا كنت بره وفوجئت، يعني ما اعرفش انه ان انت اصلا جاي بلانكو، انا بصيت لقيت البوست الحمد لله قررت اكلمك فورا. حبيبي ده من حظي والله. من حظي يا حبيبي. يعني بص انا يعني والله بص يا مؤمن، يعني انا عايز اقول حاجه برضه، يعني اللي قبل مني برضه قالها، الصف اللي قبل مني قالها. انا عايز اقول لك انت يعني مش بس مشجع عظيم، مش بس رمز لجمهور نادي الزمالك، وانا واحد من الناس، وانا واحد من الملايين جمهور نادي الزمالك. انا فخور بيك وانا بتشرف بيك، لان انت يعني انت فكره الاخلاص كلها قايمه عندك، انت طالعه من عندك انت وانا واللي زينا. احنا بنشكل تيار نادي الزمالك، وبنشكل الشغف بتاع نادي الزمالك وعشق جمهور النادي ده. انا عايز اقول لك انت بكتني يوم ماتش النجم الساحلي اكثر ما يعني انا كان لا بالعكس. بص انا لا دي ما فيهاش بالعكس، يعني انا ببقى سعيد وانا بعيط لنادي الزمالك، ومش اول مره ولا اخر مره. يعني انا ياما بكيت لنادي الزمالك ده، يعني اكثر ما بكيت. يعني احنا بنبكي في الحالتين، يعني سواء لا قدر الله او سواء في الفوز احنا بنبكي. بتبكي حب. يعني انا عايز الفت نظر برضه ناس، لان الناس قابلتني كتير والله، يعني قالوا لي طب بتبكي ليه؟ ما تعيطش يا جماعه، ما احنا دي دموع فرحه والله، ما كنتش حزين، يعني دي دموع فرحه. فهو الناس بتتاثر يا مؤمن. يعني المصريين كده بنفرح بنعيط بنزعل بنعيط على طول. الدموع مشتركه في كل حال. بالظبط. انا لما ببقى هنا في السعوديه ببقى عايز، يعني لما بشوفك وبشوف الجمهور ببقى عايز يعني انط من الشاشه اجيلكم، يعني بتحسسوني بجد ان الزمالك ده عظيم، ان انتوا ناس عظيمه. وانت جميل يا مؤمن، انت جميل جدا جدا جدا، وانت عظيم. شرف لي ان انا يعني وانا عايز اقول لك ربنا يخليك. لا ده الشرف ليا انا يا حبيبي. انا عايز اقول لك ان انا كنت اتمنى احضرك بدل كهرباء. اجيلك لغايه عندك يا حبيبي، اجيلك. كان نفسي انا اللي اخدك بالحضن بدل كهرباء يا حبيبي. لا اجيلك يعني عليا من فوق. لا انا هجيلك، ده انا هجيلك يعني على انا ما اجيلك يا حبيبي، وماشي على ايدي كمان. تسلم الله يحفظك، الله يبارك لك يا رب. يعني انا سعيد ان انا بكلمك، وبجد انت انسان جميل وبتعلم لسه بتكمل سلسله طويله من جمهور نادي الزمالك، يعني الاخلاص والانتماء لناس يعني تقريبا ما بتسمعش عن الحاجات دي قوي، او بتتريق لما بتسمع عنها كانك بتتكلم عن حاجه مش موجوده في الدنيا، في الخيال. مظبوط بالظبط. يعني انا عايز اقول لك ان مثلا كنت بكلم واحد صاحبي احلامي، فبيقول لي يا ابني انتوا لما تبقى دماغكم فاضيه دماغكم مضروبه، فبقول له اشمعنى؟ قال لي مش هتجيبوا على دي حاجه 10 سنين واللي فيها. قال لي يا ابني انا اهلي متعصب، بس انا الاهلي ليه اتكيفوا كده؟ انا مش شغال اهلي تاني،
ده انا لو ابويا مش هشجعك. لا هقول لك على حاجه والله بس انت عندك مشكله، ما يمكن انت النبيل الاصلي يا عبد الله. لا بس انا اقول لك على حاجه والله، يعني ده موجود عند جمهور الزمالك، مش عشان بس والله يعني نوع من العصبيه الكلام اللي جاي ده، لا موجود عند جمهور نادي الزمالك وجماهير عالميه كتير. يعني هتلاقي ده موجود مثلا في جماهير ليفربول، تشيلسي، بروسيا، يعني بيقعدوا بالسنين يعني اكتر مننا بكتير، بيقعدوا 20 سنه بيقعدوا 25 سنه ما بيشجعوش، وتبص تلاقيهم بيزيدوا. طب انتوا ايه يا جماعه؟ يعني مش معقول انتوا سوري في اللفظ ما عندكوش دم. لا ده حب وانتماء بيفضل بالظبط. يبقى يعني نقدر نقول ان ده مبدا جمهور الزمالك بالظبط. الانتماء مش شرط البطوله. لا مش شرط. يعني انت اساسا لكل واحد خلى الانتماء مش شرط البطوله. احنا لو ممشينا بالبطولات وحب، ما انت ما كنتش هتلاقي جمهور للزمالك اساسا. بس هو الموضوع مش كده، انت بتاخد بطوله دي ب 20 بطوله من انديه ثانيه ممكن تكون بتاخدها، وده بيزود عندك الحب وبيزوده عند الاجيال اللي بعديك يعني. والله يا مؤمن ده حقيقي وانا بقول لك انا نادي الزمالك اللي بيرسم لي حياتي، بيرسم لي يومي. عايز اقول لك ان لما بختار اسم حاجه بتبقى اسم زمالك، بتختار مش رقم حاجه بيبقى رقم لعيب الزمالك. بس انت عندك في الشغل هتلاقيه زمالك بالمناسبه. بالظبط كل حاجه باسورد مثلا عن حاجه بيبقى زمالك كده. صحيح يعني هتلاقي كل زملكاوي يعني ايه، يعني لازم شعار الزمالك على الحاجه اللي بيستخدموها يعني. وده يعني انا مثلا على سبيل المثال، رغم ان انا يعني انتقدت كتير وكنت بمشي في الشارع باخد طريقه كتير، الكرسي انت اظن شفته حاجه مميزه. طبعا يعني مش سهله ان انا كنت اخد قرار زي كده، بس برضه حب الزمالك يخلينا، لان انت معرض انك تسمع شتيمه، تسمع تريقه، وده كان بيحصل في ايام كتير. يعني تبقى مغلوب يعني الزمالك يبقى مغلوب من الانديه المنافسه مثلا، وانزل امشي في الشارع لازم هتسمع شتيمه تريقه وهكذا. الموضوع ما بيفرقش يعني. حب الزمالك انت بس ما يعني طبعا انا اتشرفت ان انا كلمتك ومش عايز اطول، انا عارف عشان كده الناس اللي بتتصل، بس انت عندك حاجه جميله قوي. ربنا يا رب يديمها عليك، ان حب الناس يا رب يحدد فيك خلقه اكتر واكتر، ويوفقك في حياتك يا رب، ونوصل الزمالك دايما باذن الله. وانا بشكركم يا احمد وندى ان انتم بتستضيفوا لنا يعني ناس جميله زي مؤمن، بنتشرف بيها وبنفتخر فيها. احنا اللي بنشكرك طبعا، وبنشكر مؤمن ان هو لبى الدعوه، يعني ان هو جالنا النهارده. انا ما اقدرش اتاخر عنكم وعن الزمالك. ربنا يخليك. تحياتي ليك وكل الزملكاويه اللي في الرياض كلهم هنا في السعوديه. تحياتنا ليك وتحياتنا لكل الزملكاويه اللي في السعوديه. الله يخليك يا رب. شكرا جدا، نشكرك يا مع السلامه. باي باي. موضوع على اشده. خلينا نلحق بس نخطف سؤال. ماتش النجم، لا معانا تليفون. تليفون يا احمد، شغل التليفون. الو. ايوه شكرا كده مؤمن. اتفضل نتعرف بيك. انا مصطفى. ازيك يا مصطفى؟ اتفضل يا مؤمن. ازيك يا مصطفى، عامل ايه؟ الحمد لله. تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله حبيبي، الحمد لله. يا باشا انت مشرفنا والله، مش ينفع اللي انت بتعمله فينا ده. ليه بس؟ طب قول لي انا بعمل ايه مش هعمله والله. يا عم طاروا على شيشه وصاروا وكهرباء يجري عليك امبارح. دي نفسنا بقى. دي نفسنا بقى. يا حبيبي الله. وعمال واتصل بقالي ساعه مشغول مش هينفع تاخد. ربنا حابب حاله بقى، نعمل ايه؟ ربنا حابب في خاله بقى، يعني مش مشكله عادي. عديها. تسلم ربنا يخليك يا حبيبي، الله يبارك لك. والله كنت فرحان بيك ان انت امبارح في الماتش. الله يخليك، تسلم والله. انا عايزين بقى دايما تبقى موجود كده ووشك حلو علينا ان شاء الله، عشان الموسم ده صعب. محتاجينك بقى على طول موجود كده يا رب. والله احنا بنعمل محاولات والناس ما بتتاخرش علينا ما بنطلب والله، فربنا يكرم ان شاء الله ونكون متواجدين باذن الله حبيبي، باذن الله. عشان ما اطولش عليك وقت دايما. لا في اي وقت. ماشي. مع السلامه. مع السلامه مصطفى. ماتش النجم بصراحه. ماتش النجم ده يعني كان قصه غريبه يعني. عايزين نعرف بقى القصه. طبعا احنا كنا خسرانين هناك للاسف، يعني خساره فادحه. جايه بعد يعني نشوه كده احنا كنا فيها، وبعدين كانت مفاجاه يعني. كانت مفاجاه، عارفه زي القلم اللي على سهوه كده. فكان يعني الواحد كان متأزم نفسيا بصراحه بعد الماتش ده. نتيجه تقيله يعني، انت اتغلب 5 كتير جدا. كتير والزمالك حلو يعني. الزمالك ما يتغلبش كده تمام، وباخطاء يعني ساذجه يعني تمام. فكان واحد متأزم شويه، فرحت كاتب بوست كده
على النت ان انا نفسي احضر من التراك، يعني لان انا شفت في الماتش، واي حد ممكن يجيب الماتش ده ويشوف. كان في حوالي 4-5 يعني من ذوي الاحتياجات قاعدين في التراك في تونس. فقلت ليه احنا ما يمكن دول يكونوا هم عامل التحفيز للفريق. اصل احنا مظبوط. في حاجه مش طبيعيه في الماتش ده. انا ما بقتنعش بقى بالجماهير. الزمالك لعب يعني تحت ضغط جماهيري يعني اقوى من كده بكتير، بس ما اتغلبش 5. صح. ففي حاجه مش طبيعيه. ما يمكن تكون الناس دي هي اللي كانت محفزه الفرقه، فادوا الفرصه لينا والجماهير الزمالك تبقى متواجده. فكتبت بوست ان يعني انا نفسي احضر من التراك. فليا اصدقاء ليا يعني زملكاويه يعني زي يعني اخص بالذكر يعني محمود زين راح مروج هاشتاج ان مؤمن لازم يحضر مؤمن لازم يحضر من التراك. يعني دي بدايه الموضوع. دي كانت بدايه الموضوع. تمام. ولقيت مروه زي ما ذكرنا راحت يعني ربنا يكرمها يا رب. ما اعرفش بقى يعني ازاي لقيتها جايبه لي دعوتين انا ووالدي بحضور المباراه. تحياتنا يا مروه والله، لان انت عملتي حاجه يعني وشوفي معلقه مع الناس كلها لحد دلوقتي. فانا والله يعني الناس دي يعني كان ليها عامل ان انا اكون جماهير الزمالك تشوفني يعني. واحداث بقى الماتش ما قبل الماتش كانت غريبه جدا يعني. احكي لنا بقى التفاصيل والكواليس دي بقى. التفاصيل كانت غريبه يعني. انا يعني رحنا الماتش كان المفروض بيبقى فيه اتوبيسات بتتحرك من النادي، ففي يعني اجراء معين كده يعني عطل 3 اتوبيسات انها ما تخشش يعني امنيا مش عارف يعني. المهم في 3 اتوبيسات ما دخلوش، من ضمنهم الاتوبيس بتاعنا. فقعدنا حوالي 3-4 ساعات في الاتوبيس. احنا المفروض كنا رايحين بدري، قعدنا حوالي 3 ساعات في الاتوبيس، وبدا الواحد يعني يمل ويزهق وانا يعني ايأس من الحضور. لو مش هحضر بقى خلاص. مش هحضر. لكن فبدات ان انا ايه كل شويه يعني. انا حتى والدي ممكن يعني ايه ما يبقاش عنده طولة بال شويه، فلما يزهق انا اقويه. طب بص يعني اصبر بس هتتحل. وكان في تعنت خلاص. 3 اتوبيسات دول مش داخلين لان في اجراء معين كان المفروض يعني امنيا يكون موجود عشان 3 اتوبيسات دول يعدوا. فانا ازهق برضه الاقي يعني والدي يعني طب اصبر بس خلاص احنا جينا وجت رجلينا بقى خلاص يعني. خلاص وصلنا لحد الاستاد مش هنروح يعني. وصلنا لحد الاستاد مش هنروح، لدرجه ان قامت خناقه كبيره جدا يوميها من الجماهير اللي بره الاتوبيس. هم عارفين ان يعني مجلس الاداره اكيد هيحل موضوع 3 اتوبيسات في اي لحظه، فاحنا لازم نكون جوه الاتوبيس. وحصل ضرب على الباب. انا طبعا قعدت في اول باب كده، حصل ضرب بطريقه مهوله على الباب، ولدرجه انهم بقوا يهددوا السواق انت لو اتحركت هنكسر الاتوبيس. وجماهير عايزه تخش تزنق نفسها في الاتوبيس عشان لما يخش مش يدخل الملعب عشان ما يخش. بس حقهم طبعا انهم يحضروا ما فيش مشاكل. بس انا بكلمك على الاحداث اللي كانت صعبه قبل الحضور قبل الماتش، لدرجه ان احيانا يعني والدي كان جنبي من كتر الصراعات. كان في لحظات ما بشوفوش فيه. يا نهار ابيض. يعني يا نهار ابيض. وانت شايف ايدين وشايف زعيق وشايف ناس عماله تتحدث. كان حوارات قطع غير بني ادمين عماله تترمى حواليك يعني. سبحان الله بقى يعني. هو ربنا كان رايد ان احنا نكون موجودين في الماتش ده. طب احنا معانا تليفون، تعالى ناخده ونقول الو. الو. مساء الخير. مساء النور. نتعرف بيك. عليكم السلام. اتفضلي. ازيك يا منى؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انت عامل ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. معاكي مؤمن. ازيك يا منى؟ ازيك يا مؤمن عامل ايه؟ تمام بخير. مساء ابيض خطين حمرا على عيونك. الله يخليك. تسلمي الله يحفظك. تسلمي يا منى. عايزه اقول لك مجموعه في ماتش النجم بكتنا كلنا انا عايز اقول لك انا بكتني تاني لما روحت. يا ابني ده انت مين انت؟ انت مين؟ لا بجد ونفس العيون دي برضه فرحتنا امبارح لما اتصلت كده وشفناها. الله يخليك. يعني اللي كان ماتش حلو وكسبتها، بس اللي احنا بنخليك دي حاجه ثانيه يعني. الله يخليك يا رب. دايما يكون في فرصه كده وتشوفونا ونكون موجودين وراك فرقه يا رب باذن الله. بمناسبة بقى ضحكتك ولما ازاي اقول لك حاجه. اتفضل. بيجي من راسك بيفرح معاك وبتبقى الفرحة متبعان. ده كفاية عليا اللحظة دي أنا مش أمان. بفتكر نفسي بحرم لي كان زمن كان الآخر ينفعني من ربان كان انت هزيتي مشاعرنا كلنا. الله يا منى. الله يا منى.
يعني هو بعيدا عن دخلة الغزل اللي دخلت شديدة قوي يعني. انا شخصيا كنت انا قاعد مركز. انا بالظبط يعني انا قاعد مركز، والضحكة وعيونك والدمعة والابتسامة وبتاع، فقلت ماشي مش مشكلة. بس يعني ما شاء الله كمان صوتك حلو، فدي حاجة عظيمة جدا بصراحة يعني. مامي حد من اقرب الناس اللي عرفتها في حياتي. الايه معلش يا منى؟ حد محترم جدا. تمام. تسلم، الله يخليك يا منى. يعني رب كده بفتخر بيه النهارده مش كده دلوقتي. الله يخليك. انا ده يعني فخر لي انا ان انا بنتمي للزمالك والجماهير ويا رب دايما ربنا يجمعنا على خير ودايما. نؤمن على منا والسلام على فكره. آمين. لا أقول لك على حاجة، أنا شكيت من الأغنية بس ما رضيتش أقول قلت هحرج نفسي بقى. لا أنا شكيت من الأغنية يعني، فقلت يعني طبعا مش عارف أقول ولا ما أقولش ولا. تاني حالة دخول مفاجئ معانا على النهارده بعد ليلى، ودي منى دلوقتي. ايش يا منى، ربنا يخليك يا رب، ما تحرمش من تليفونك جدا يعني. ربنا يخليك يا رب، يا رب دايما منور كده في الشاشه ونور في كل حته. الله يخليك. انا مش محتاج بس انت منور يعني. كفايه صوته يا منى يعني، مش مشكله. تسلمي لي، الله يبارك فيك. يا رب دايما كده نسمعك كده بالرحمه دايما. الله يخليك يا منى، تسلمي لي تسلمي لي. ربنا يخليك. يخليكي جدا. شكرا جدا يا منى. جدا يا منى، متشكرين. باي باي، مع السلامه. لا يعني ما شاء الله منى دخلت دخول مفاجئ، طلعتوا في الاخر عارفين بعض واغنيه وبتاع. لا بس هي سابتها للاخر خالص يعني. واحمد ما شاء الله شغال نفسنا انا بنفسي اغاني بقى. هي كانت يعني شكلها مش عايز يقول ولا ايه، لان هي المفروض كانت قالت في الاول، بس فضلت بقى هي قالت يعني في الاخر بعد ما قالت اللي هي عايزاه. عشان كده بقول لك دي تاني حاله دخول مفاجئ، لان ليلى برضو واحنا في الفاصل كانت بتكلمني فبتقول لي ما تقولش للمؤمن ان انا ليلى، خليني كده لحد ما ادخل على الهوا وافاجئه على الهوا. بتغدروا بيا يعني طبعا. لا مفاجآت حلوه والله يا مؤمن يعني. طبعا اكيد. طيب نرجع تاني بقى لماتش النجم. تمام. يعني هو احداث كتير لحد بعد الخناقه بقى، احنا كده وصلنا للخناقه اللي عند الاتوبيس. تمام. يعني كان بيجي لي لحظات يأس يعني في بعض اللحظات كده ان خلاص بقى انا عملنا اللي علينا وانا زهقت فلازم نمشي، فالاقي بابا يعني بيقويني والعكس، لحد لما خلاص وصلنا لغايه البوابات بتاعه الاستاد وبدات اطلع على المدرج. فعايز اقول لك ان في يعني اتوبيسات سبقتنا بقى، يعني خلاص احنا اخر 3 اتوبيسات. مظبوط. ففي اتوبيسات سبقتنا، فانا مش متعود ان انا اخش دايما الاستاد متاخر، يعني انا بروح الاستاد بدري وبدري قوي، يعني ممكن قبلها 3-4 ساعات عشان اقعد براحتي واشوف المكان براحتي، ما يبقاش في ضغط في الكرسي وقعده الكرسي وكده. مظبوط. انا اول مره اتعرض للموقف ان انا اخش بقى يعتبر من اخر الناس اللي دخلت الاستاد، فمش عارف اتعامل. يعني انا يعني بصيت لقيت الدنيا زحمه زحمه، وانا هبدا اشوف، انا جاي اشوف الزمالك، مش هشوف راس وكتاف، يعني مش هينفع. فبقيت واقف متضايق جدا لغايه لما يعني برضو من الناس سبحان الله، وربنا كان مسخر ناس كتير قوي عشان هو بيدبر الامر، يعني هو بيدبر امر معين ونعم بالله بالظبط يعني. تمام. فلقيت برضو بشكره برضو على الهوا استاذ محسن، كان احد المسؤولين الموجودين في بتروسبور، فلقيته بيكلمني، فانت ايه اللي موقفك هنا؟ فقلت له ما انا المفروض اقف فين؟ ما هو ده مكاني. فقال لي لا تعالى بقى، لان انت كده مش هتعرف تتفرج على الماتش. ف بتروسبورت اللي راحوا عباره عن دورين، يعني تطلع دورين بسلالم كده كانك طالع عماره. تمام. وبعدين تخش على المدرج. فانا ما صدقت اطلع الدورين دول، فعايز ابص له اقول له طب انزل تاني فين؟ يعني حرام، ده انت هتخدمني ولا هتاذيني؟ هتسحلني. ولا هتسحلني؟ يعني انت جاي تخدمني ولا هتسحلني؟ لا تعالى معايا. فاجي فين؟ طب خلاص انا هتعامل هنا. قال لي لا بس تعالى، انا يعني مسؤول هنا وهكذا. كان يعني حاجه يعني مسؤول امني في الاستاد، يعني مباحث الاستاد حاجه كده. تمام. فنزلت معاه لغايه الباب اللي المفروض هيدخلك للملعب. فانا حتى شايف اللعيبه يعني دخلت من التسخين، خلاص الماتش فاضل له 10 دقايق وهيبدا، وانا صعبان عليا الوقت بيمر بقى. فبقيت واقف ورا الباب. كان في تعنت شويه من يعني مش ممكن نقول تعنت او يعني احتياطات امنيه زياده، طبعا حقهم، بس في حاجات يعني تبقى انسانيه شويه. انت شايف ان انا يعني مش داخل افجر استاد او داخل، يعني مزبوط. انا بدور على حقي ان انا احضر ماتش او كده. فكان في تعنت شويه من بعض القيادات ان انا احضر. تمام. طيب احنا كده وصلنا لحد ما دخلنا ارضيه الملعب، بس تعالى ناخد التليفون دوت ونرجع نكمل تاني. الو لازم تاخد التليفون ده، لان انا لسه جاي من الشغل وبكلمكم من بره مصر، ولما عرفت اللي معاكم مؤمن لازم امسي عليكم. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. بس مين طيب؟ عمرو انصاري. ازيك يا عمرو؟
عمرو المره دي عمل دخول مفاجاه علينا احنا بقى، يعني مش على مؤمن، يعني عمل دخول مفاجاه علينا احنا بقى، اللي هو لازم تاخد التليفون دلوقتي. لازم تاخده دلوقتي. ازيك يا عمرو؟ الشغل ده تمام 100 100. ازيك يا ابو حميد عامل ايه؟ تمام الحمد لله، الحمد لله على السلامه الاول من الشغل. ويومك كان كويس ولا ايه؟ والله لطيف والدنيا زحمه بقى وكده، يوم خميس بقى والناس كده واضح ان زحمه في كل مكان مش في مصر بس يعني. لا طبعا. ازيك يا ندى؟ الحمد لله. ازيك يا عمرو عامل ايه؟ تمام 100 100 كله زي الفل. الحمد لله حبيبي. ازيك يا مؤمن؟ تمام الحمد لله بخير. انت تعرف يا مؤمن والله العظيم، يعني انا دي تاني مره اعمل مداخله في حياتي وتاني مره في بلانكو اف ام. يعني هو فعلا مخصوص انا قاعد والله انا قاعد اول ما دخلت بشوف على الفيسبوك، لان انا للاسف ساعات كتير التردد ما بيجيش معايا، مش بعرف اسمعها ابلكيشن. فاول ما شفت مؤمن قلت لازم اتصل بيه واقول له انت عظيم يا مؤمن، وانت بتمثل كل واحد فينا، وربنا سبحانه وتعالى كافئك بحاجه انت تستحقها، اللي جماهير الزمالك كلها في مصر وبره مصر وجوه مصر بقت عارفاك وبتتمنى انها تتصور معاك وانت تستاهل. لا وانت تستاهل وتستاهل عشان انت بتشجع نادي زي نادي الزمالك وبتكمل فيه. طبعا انا مش عايز اعطلكم اكتر من كده، بس كنا لازم نثبت حضور، لازم انت بتثبت حضور منين يا عمرو؟ انا بثبت حضور من جده. من جده يا سلام. يعني بيننا وبين بعض يا دوب البحر. يا دوب المحيط. بس على فكره الجو هنا حر، يعني في فرق كبير. ايه؟ الجو هنا حر، في فرق كبير. معلش بقى يعني حبه كده وحبه كده. منورين يا جماعه وبرنامجكم جميل، ويا رب دايما كده على طول كل الناس معاكم، وان شاء الله للامان لنادينا الجميل العظيم. انا كنت عايز اتكلم في حكايه الجماهير بس مش وقته، لان انتوا معاكم اعظم واحد من الجماهير، فلازم تكون الحلقه لطيفه يعني. تابعنا ان شاء الله يعني خلال الكام اسبوع الجايين كده، هتلاقي بقى ايه شويه فرقعه كده وشويه ضيوف برضو يعني زي ما انتوا عايزين بالظبط. خلاص وانا اوعدك ان انا كل يوم خميس اعمل معاكم مداخله انت واحمد ان شاء الله. تنورنا طبعا يا عم. تنورنا طبعا. يومكم جميل واسبوعكم جميل ان شاء الله، وسلام يا مؤمن يا جابر. حبيبي. يلا يا جماعه مع السلامه. مع السلامه يا جميل. شفت انت يعني الجمهور الزملكاوي حبوب بقى. بص خلينا ناخد شويه تعليقات، عشان يعني عايزه اقول لك احنا جالنا كم تعليقات من ساعه ما نزلت البوست امبارح. في محمد سالم بيقول متالقين وبالتوفيق والرائع مؤمن. تسلم لي. محمد زيزو بيقول بالتوفيق ان شاء الله. في طبعا في ناس للاسف يعني ما كانتش هتسمع. في محمد سامي ده بقى اكتر واحد ممكن يعمل فيديوهات يعني تريقه على الاهلي، فعلا تريقه بقى كما يجب ان تكون. محمد سامي بيقول لك مستني من دلوقتي. احمد مرجان بيقول بالتوفيق. احمد مرجان ده تشابه اسماء ولا حد ليه علاقه بيك؟ تشابه اسماء بس كلهم اخواتنا طبعا. عبد الرحمن ده ابو عبد الرحمن المفروض يعني، بيقول بجد مش مصدق اخيرا هسمع صوته النهارده. يا كل الشكر والتقدير. حبيبي يا شرف ليا والله يعني. في مثلا استنى يا احمد. انا ساكت والله ما تبانش على فكره. كابتن حماده انور. يا نهار ابيض. كابتن حماده انور بيقول بالتوفيق وسلام المؤمن. حبيبي سلامك واصل، وانا كان نفسي اشوفك امبارح والله، والحمد لله ان انا هتلاقيه شفتك. كان يعني متوتر جدا جدا امبارح. حياتنا الكابتن حماده طبعا لو بيسمعنا دلوقتي يعني مخلصه في نادي الزمالك. طبعا. في كمان احمد السيد. احمد اول امبارح احنا قلنا مين يا جماعه تتوقعوا مين هيبقى الضيف الاسبوع ده وكده. عايز اقول لك جنة 3-4 قالوا ايه مؤمن. فبيقول انا قلت كده امبارح والله ان ده هيكون الضيف. في علي الياس من السودان بيقول امانه في رقبتك تسلمي عليه وصل. وانا فخور بيه وبزملكاويته، ربنا يكرمه ويفرح قلبه بالزمالك، وقولي له شكرا ليك وربنا يديله الصحه يا رب. حبيبي سلامك وصل وكلامك على راسي والله من فوق. ده بقى اللي هو الزملكاوي السوداني يعني. في ابو مصطفى محمد بيقول السلام امانه، ويا ريت تبلغيه مني السلام، ويا ريت يبعت لي اضافه لاني فخور بيه. حاضر عينيا. طيب ابعت لي رساله كده وعرفني وانا عينيا حاضر ليكم لكل الزملكاوي. في اسراء ساسو بتقول مستنياكم. يعني طبعا بقى عايزه اقول لك كم الصور اللي اتشيرت كمان عندي امبارح كتير جدا. في عايزين بقى ايه يعني دي كده تعليقات، شويه تعليقات كده بس فعلا ناس كتير. يعني انا قلت ايه اما اشوف كده الناس هتعرف هتتوقع. لا ناس كتير جدا جابتها صح. جابتها صح. في بقى محمود سعيد النهراوي بيقول لك على صوتك شويه. حاضر طيب يعني احنا كده كنا وصلنا لارضيه الملعب، بس خلينا نكمل بقى كواليس الماتش.
خلينا نكمل كواليس الماتش بس بعد الفاصل بقى، يعني هنوصل بقى لمرحله ان انت شفت النتيجه وطرد علي جبر اللي في اول الماتش والسيناريو ده، هتحكي لي بقى الحاجات دي مش ملاحظ انه لا وخلي بالك كل ما احضر ماتش علي جبر يطرد، يعني قصدك ايه؟ يعني قصدك ايه؟ علي بس علي جبر ما اتطردش والله، ده لا انا اقصد في اليوم ده يعني علي اتطرد، يمكن انا كنت بتكلم انه وجود مؤمن بره وطرد علي، يمكن الاثنين دول دافعين ادوا، يمكن احنا ما شفناش الزمالك من فتره طويله او من اجيال كتير بيلعب لا والنجم يعني فرقه تقيله بالظبط. طب احنا معانا تليفون يا احمد، معلش هناخده قبل ما نطلع فاصل. طيب تعالوا ناخد التليفون وبعد كده نطلع الفاصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه ازيك يا محمد، عامل ايه؟ الحمد لله تمام، نتعرف بيك. محمد عبد الله. ازيك يا محمد يا عبد الله؟ محمد عبد الله. الحمد لله تمام. ازيك يا اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام ماشي الحال. معاك مؤمن. ازيك يا مؤمن؟ محمد حبيبي، محمد ده حبيب قلبي، عامل ايه يا حبيبي؟ وحشني والله العظيم. حبيبي يا محمد ده عمل معايا حوار. ايوه محمد ايوه محمد عبد الله يا مؤمن، عامل ايه يا حبيبي؟ ما اقدرش انسى يعني اصوات يعني والله الزملكاويه اللي زيك، النقيه اللي زيك يا محمد يعني. والله انت بقيت ايقونه جمهور الزمالك كله بالكامل والله. ده شرف ليا والله، يعني ربنا العالم، وانا يعني شاكر ليك لان انت عملت معايا حوار من امتع الحوارات اللي الواحد يعني استمتع بيها وانت بتعملها معايا بصراحه، ونزل على الموقع الالكتروني بوكس تو بوكس، يعني برضه انا بشكرهم من هنا وبشكرهم على الكفر الجميل اللي كانوا عاملينه ليا. وانا عايز اقول لك يا محمد والله ان الكفر ده انا يعني رحت طبعته وحطه عندي في البيت والله من جماله، فتسلموا لي كلكم يا حبايبي. تسلموا يا حبيب قلبي، انت بقيت رمز الجمهور الزمالك كله، ويعني ولازم ده اقل حاجه تعمل ليك والله يا مؤمن والله. تسلم لي يا حبيبي، تسلم لي والله. ودموعك دي غاليه عليا جدا والله بجد، انا فرحت جدا لما شفت ابتسامتك والله على الهوا والله مع الكهرباء. يا رب يديمها علينا وعلى كل الزملكاويه يا رب، لان جمهور الزمالك ده انا يعني دايما بقول ان هو ايوب الكره المصريه، يستحمل كتير، وان شاء الله اللي جاي باذن الله يكون عوض ليه على اللي فات باذن الله ان شاء الله يعني. ان شاء الله باذن الله، وربنا معانا يعني. نشوفك ان شاء الله مش بتروجيتا ولا ايه الدنيا؟ والله بص انا عشان انا ما اقدرش اتاخر على الزمالك يعني، بس يعني نهايه السنه بقى ومفيش اجازات مش عارف ازوغ الماتش مش عارف ازوغ الماتش كمان في وقت يعني اللي بيبقى لسه خارج من الشغل، بس ان شاء الله الماتش اللي بعديه نكون موجودين بقى. انا بتفائل بيك جدا والله، انا بتفائل بيك جدا لما بشوفك الماتش والله، بتفائل بيك جدا والله يا حبيبي. خلاص يعني طب انا اقعد واتفصل من الشغل مفيش مشاكل. لا خد اجازه ان شاء الله ونروح ماتشات الزمالك كلها يا حبيبي. عينيا والله، يعني احنا يعني يا ريت باذن الله، والناس ما بتتاخرش والله، فان شاء الله نكون موجودين باذن الله بامر الله يعني. ان شاء الله يا حبيبي، ان شاء الله ربنا يكرمك دايما يا رب. تسلم يا محمد، تسلم لي حبيبي. شكرا جدا يا ابو حميد. شكرا جدا يا محمد على تليفونك. ربنا يخليك. مع السلامه. مع السلامه. رقم التليفون بتاعنا اللي محمد كان بيتصل عليه دلوقتي هو 010. ما شاء الله يعني ما شاء الله. هاي فايف كده. احنا كسبنا 5 ما بالظبط يعني مناسبة الخمسة دي في 5 كمان يعني. والنهارده الخميس، فاضل 5 ايام على اخر السنة. 010 936 3878 ده رقم التليفون. الفان بيج بتاعتنا على الفيسبوك بلانكو اف ام. اغنية كده يعني رومانسية شوية وهادية شوية وفيها تحدي شوية، هي مش تحدي قوي ولكن هتحدى العالم صابر الرباعي، ونرجع نكمل معاكم حلقتنا النهارده. بحسد نادي الزمالك بالجمهور، انا شايف ان هذا الجمهور هو اخلص جمهور انا شفته في حياتي. جمهور نادي الزمالك اللي موجود، الولاد دول مفخره، اللي عملوه حاجه رائعه، ده الاستاد بيتهز. لو انا بلعب ده انا كنت عايز العب كوره النهارده. ايه ذنب الناس؟ الجمهور بقول لحضرتك بيخسر بقاله 7 سنين وبيزيد. يعني انا لو هختار جمهور، اختار جمهور الزمالك احسن جمهور. بلانكو اف ام، صوت الزملكاويه. انتوا لسه بتسمعوا برنامج ذكريات زملكاوي. ورجعنا لكم مره تانية مع يعني اتنين من الزملكاويه الجامدين جدا بقى. انا مش عايز اقول لكم يعني في الفاصل في نقار هنا وبسلك ما بينهم، بس حبايبي والله يعني انا مبسوط ان انا موجود معاكم النهارده. طبعا ده احسن فاصل رجعنا يا جماعه النهارده في الحلقه. ده دخول مفاجئ بقى على الناس. بالظبط كده يعني احنا كده حصل دخول مفاجئ على مؤمن ودخول مفاجئ علينا، وندخل احنا كمان دخول مفاجئ علينا يعني. بالظبط. مؤمن دخل يا جماعه دلوقتي ورجع من الفاصل وتقمص شخصيه المذيع، والمناسبه ممكن ينفع يعني. تسلم. طيب نرجع تاني يا مؤمن بقى كده زي ما احنا كنا وصلنا لحد ما انت دخلت ارضيه الملعب في مباراه النجم. تمام.
احكي لي بقى كده الماتش كان عامل ازاي؟ انت توقعاتك الدنيا كانت هتمشي ازاي؟ ايه اللي حصل؟ هو طبعا احنا يعني كان في نوع من التحفيز شويه للاعبين والجماهير ان الامل موجود، ان الامل موجود يعني، ويعني فعلا الامل رجع بعد الهدف الثالث، وده اللي بان يعني تاثيره عليا يعني. فبعد الهدف الثالث رجع الامل، حتى الدموع دي زي ما حبيت انا اوضح كانت دموع فرحه مش دموع زعل، يعني كان في ناس فاكره ان انا زعلان او متضايق من حاجه، لا دي كانت دموع فرح يعني. فلقينا فعلا الامل كان بيتحقق او بيبدا يتحقق وكده، لكن اراده ربنا بقى هو ما كانش رايد يعني، فقدر الله ما شاء فعل يعني. طب انت كده خدت ملخص الماتش سريعا، عايز بقى كده بالتفصيل واحده واحده. الدقيقه 4 وهي بتيجي وخبطة علي جبر في وش كان بغداد بونجاح اعتقد. بغداد بونجاح كان بغداد بونجاح. فانت كده تفاعلت مع اللقطه دي ازاي؟ طب معانا تليفون. طب احنا معانا تليفون، تعالى ناخده ونقول الو. الو الو الو. ايوه مساء الخير. مساء النور. نتعرف بيك. خالد امين. مين؟ خالد امين. ازيك يا خالد؟ ازيك يا خالد؟ انا فندم. اتفضل، معاك مؤمن. ازيك يا خالد؟ مؤمن. ايوه الله يسلمك. اتفضل. انا عايز اتكلم مع انسه ندى. اتفضل لو سمحت يعني. اتفضل. يا ريت مش كل شويه بس تشتموا في الاهلاويه. الاهلاويه سيد العالم. هو احنا يعني احنا عمرنا على فكره ما غلطنا في الاهلي. احنا بنتكلم على فريق. احنا ما غلطناش خالص على فكره في الاهلي يعني. كل حتى البوستات عندي على الصفحه كلها يا اما على تشكيل الزمالك يا اما حاجه تخص الزمالك. كل الكلام اللي عندي على الصفحه عن الزمالك يعني، عمرنا ما نتطرق اصلا لموضوع الاهلي. لا كل ما على الصفحه هو بيشتم على الاهلي كتير. لا ما اعتقدش ان انا يهمني ان انا اشتم على اي حد تاني. انا اللي يهمني فرقتي. طول ما الزمالك ما بيكسب انا ده المهم بالنسبه لي. المهم بالنسبه لي ان انا اقيم اداء فريقي وبس، ماليش علاقه باي نادي تاني يعني. مش عشان خدت دوري وكاس. طيب خالد معلش بس عشان الموضوع مش جوه نطاق حلقتنا، لو انت عايز تتكلم في حاجه بره الهوا مفيش مشكله يعني لحضرتك، بس احنا عشان دلوقتي الحلقه النهارده فيها موضوع معين وفيها ضيف معين، فاحنا بنحاول نديله حقه. انت مش عشان يعني تاخده. طيب انا بشكرك جدا يا خالد. انا بعتذر طبعا لان هو الراجل عادي يعني عادي ده دخول لا يعني ثانيه واحده بس عايزين نوضح للناس حاجه. احنا مش بنعارض فكره ان حد يتكلم معانا، بس مش وقتها يعني. دي مش مكان الحلقه اللي انت ممكن تتكلم فيه في حاجه زي كده. احنا معانا ضيف النهارده والراجل لازم ياخد حقه ولازم نتكلم عليه، فانت لو حابب تتكلم فيها ممكن بره الهوا. المتابعه للحلقه من الاول احنا ما جيناش ناحيه اي نادي خالص، احنا بنتكلم هو خالد ده خالد من الاخر يعني. هو داخل ايه يعني اضايقكم بس عادي يعني. لو فكره ان احنا نتكلم على الاهلي عمرنا ما هنفكر ان احنا نتكلم على الاهلي، لانه الزمالك اهم والزمالك اكبر والزمالك يعني فرحته او فرحتنا بيه اكبر واهم مليون مره من اي نادي تاني. يكسب يخسر انا بالنسبه لي المهم انه فرقتي تكسب. في حد كمان بعت لنا تعليق يا احمد. طيب ماشي. محمد سعيد النبراوي فين هنا اهو يلا بيقول مساء الفل والياسمين والخير عليكم وعلى الزملكاوي الاصيل مؤمن مرجان حبيب كل الزملكاويه. عايز اساله سؤال بما انه كان في الملعب، ايه رؤيته لمباراه غزل المحله؟ رؤية مباراة غزل المحله، هو طبعا يعني في ناس كانت يعني بتسالنا يعني ايه رايك يعني في باكيتا او كده. يا جماعه احنا ما نقدرش نحكم دلوقتي خالص يعني. لسه معلم الفرقه الراجل لسه بيتعرف على الفرقه، بينفذ الفكر الخططي بتاعه، والزمالك بيجي بالتدريج يعني. احنا شفنا المطوشه بيبدا الكيرف يعلى يعني. فما نقدرش نحكم على المستوى دلوقتي او على المدير الفني اذا كان كويس او لا، او نقارنه يعني. مش عايزين حتى نظلمه ان احنا نقارنه بالمديرين اللي كانوا قبله. تمام. لازم ندي فرصه للراجل، والزمالك بيجي انا شايف الكيرف بيعلى، المستوى بيعلى يعني. فان شاء الله خير. تمام. نرجع بقى تاني لماتش النجم يعني ده يمكن محور الحلقه النهارده، لان الناس كلها كانت بتقول ان احنا ارتبطنا بمؤمن. كان بطاقه تعريف الجمهور الزملكاوي كمان بمؤمن بقى يعني. تمام. هو يعني في بس جزئيه انا حابب برضو ان انا اوضحها. اتفضل يا مؤمن. يعني مش هنقف عندها كتير. المشاكل اللي كانت موجوده في موضوع الدخول نفسه برضو من احد لحظات اليأس ان انا لما جيت عند البوابه ما كنتش هدخل. بشكره دلوقتي على الهوا استاذ نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامه في نادي الزمالك، لان في وسط لحظه اليأس انا لقيته داخل، فبدا الباب يتفتح له، فرحت رايح مسكته من دراعه كده، فهو بقى يبص لي مستغرب، فقلت له يا استاذ نبيل انا بدور على ابسط حقوقي ان انا احضر الماتش بس. فراح قال لي اتفضل
فلقيت الابواب المغلقه اتفتحت، فانا بقى صعبان عليا الموقف يعني بقى صعبان عليا الموقف اللي انا فيه ده. فبقيت باصص في الارض لغايه لما يعني لقيت الارض اخضرت فجاه كنا في على الاسفلت وبقى في فجاه استاد. يعني ايه ده، يخضرت لنا في الجنه ولا رحنا فالحمد لله لقيت. لا بس بالمناسبه يا جنتنا على الارض هو استاد الملعب او ملعب لما يكون في مباراه للزمالك. طبعا وخصوصا لو في جماهير، فربنا يوفق يا رب والامور تبقى افضل الفتره الجايه ان شاء الله يا رب ان شاء الله. السؤال بقى انت اوريدي خلاص دخلت ارض الملعب، اللعيبه داخله، تمام. حصل كلمه نظره حتى بابتسامه بينك وبين اي حد من اللعيبه، حاجه زي كده؟ ماتش النجم انا يعني كان الموضوع فريد من نوعه يعني، وانا كنت قاعد في زاويه بعيده عن دخول وخروج اللاعبين يعني، لكن بعد اللقطه الشهيره الحمد لله، هو الواحد اولا بيعيط عشان الزمالك في فرح في حزن، بس هو ربنا اراد ان هو يطلع اللقطه دي للجمهور عشان يوري الناس ان جمهور الزمالك مش مؤمن بقى، جمهور الزمالك قد ايه بيحب فريقه يعني. وهو في الخروج بقى يعني انا بدات اكلم اللعيبه وهم خارجين لان كانوا زعلانين جدا ومحبطين جدا، فكلمت مع بعض اللعيبه فلقيتهم بياخدوني بالحضن. انا بقيت سامع يعني اصوات، والله يعني ربنا انا مش هقدر انسى يعني، بقيت سامع اصوات يعني عارفين اللي هي الانفاس اللي بتعيط دي، دقات قلبهم يعني الانفاس اللي بتعيط دي انا بقيت سامعها في بعض اللعيبه، كنت اجي اكلمهم ياخدوني بالحضن ومش قادرين يتكلموا يعني. فزي عمر جابر وايمن حفني وحازم يعني الناس دي انا ما اقدرش انسى يعني حضنهم بالبكا اللي هم كانوا بيبكوا يعني لانه خلاص هم بالفعل قربوا للاسف يمكن. وفي الاخر كمان احنا جالنا اكتر من فرصه يعني، جالنا فرصتين ثلاثه وللاسف بس انا عايز اقول لك على حاجه والله يا ندى، يعني انا حاسس ان الزمالك لو كان لاعب النجم الساحلي كفرقه كامله للاخر يعني كان هيكسب. احنا ماتش الذهاب ده لو كنا لعبناه 50 مره ما كناش هنغلب 5. بالظبط. لا انا حاسس كمان ان يعني احنا كنا بنلعب حلو لغايه لما اتطرد اللعيب بتاع بغداد بونجاح. يعني لو كانوا كملوا هم كاملين كانت الحماسه دي ممكن هو يمكن طرد عالي كان في وقت ادى لعيبه الزمالك الدافع وادى لعيبه النجم اريحيه شويه. خلاص هم 10 ومطلوب منهم 4 تجوان فهيبقى صعبه شويه. اتعكست لما اتطرد لعيب الكفه تساوي، احنا الاريحيه وهم اللي ده هم 10 واحنا نقدر نجيب جون في اي وقت. فانا يعني كنت شايف كده، بس لا ربنا ليه نظره ثانيه. طب معانا تليفون. ماشي. الو عليكم السلام ورحمه الله. عبد الرحمن. ازيك يا عبد الرحمن؟ تمام والله الحمد لله. ممكن اسلم على مؤمن؟ اتفضل طبعا. مؤمن معاك. ازيك يا عبد الرحمن، عامل ايه؟ ربنا يخليك. الو عبد الرحمن، الصوت تقريبا بيقطع. ايوه يا عبد الرحمن تمام. كل سنه وانتم طيبين. طبعا في الاول انا هسلم على مؤمن. وانت طيب. اتفضل معاك. انا عايز اقول لك ان انت طبعا وجه لكل زملكاوي فخر لينا اكيد يا حبيبي. تمام. وعايز اقول لك ان من يوم ماتش النجم لحد امبارح الواحد بيفكر فيك ويعني وبيدعي لك. وعايز اقول لك انا عايزك تدعي لي. نعم انا عايزك تدعي لي وكل زملكاوي يدعوا لي. انا عايزك تدعي لي وكل زملكاوي. ايوه فعلا لا احنا يعني احنا عايز اقول لك ان احنا فرحانين بيك جدا. تمام. انت فخر لينا يعني. فيك حاجه تزينا كلنا يعني. فيك تحس ان انت يعني صورتك بتتكلم باسمنا يا حبيبي. ده شرف ليا والله. بما ان في موسم المدرجات انت طبعا في ارض الملعب، فساعات ما بتيجي على الكاميرا انت. لا انا عايز اقول لك على حاجه، انا طول عمري والله في المدرجات كل التفاعلات اللي احنا اللي على وشنا احنا بتبقى فيك انت. تسلم لي. ده شرف. الصوره مثلا بتاعت يعني الحمد لله 60 مليون مثلا زملكاوي او 70 مليون زملكاوي اللي موجودين او جمهور الزمالك كله عامه. ده شرف ليا والله. بس هو ملحوظه بسيطه، انا يعني على طول في الثالثه يمين وفي المدرجات انا ده هم ماتشين بس اللي انا حضرتهم في التراك، فربنا يكرم ان شاء الله مع رجوع الجماهير اكون وسطكم. في عدم وجود الجماهير ان شاء الله اكون في التراك باذن الله ان شاء الله. دعواتكم بس ان شاء الله. خلينا بقى نكمل ماتش النجم اللي احنا عايزين نوصل. تليفون. احنا شكلنا نكمل ماتش النجم بكره. الو ايوه. الصوت قطع. التليفون راح. تمام. نفسانة ايه؟ لا عادي على فكره مفيش مشكله خالص. طيب انا هرجع تاني برضو يعني احنا كده دخلنا في يعني ماتش النجم احنا واخدينه كده بلخبطه شويه، حبه قدام وحبه ورا. بس انا كان يعني عايز اسالك برضو يا مؤمن في حته
طرد علي جبر، انت كمشجع كده وانت قاعد ايه؟ بص، هو علي جبر لعيب متحمس قوي ومخلص للفريق، تمام، وحماسه بيبان في اول 5 دقايق اول 15 دقايق دول، يعني لازم حد هم البدايه. طب احنا ممكن نلعب يعني نعمل التشكيل 10 ويقعدوا بره شويه على انه بقى اول 10 دقايق ننزله، اول 10 دقايق نعدي بس هم البدايه وخلاص. هو متحمس وده ما يعيبوش يعني، لكن هو لازم حد يقول له بس يعني يركز او يقلل الحماسه بتاعته، لان حماسته بانت في 3 ماتشات احنا اتاذينا وهو اتاذى فيه. مظبوط. يعني في ماتشين هو اتطرد فيهم في اول 5 دقائق، وماتش السوبر هو اتصاب، فهو اول 5 دقائق دول وسبحان الله يعني لما بيطرد بتتلخبط الدنيا في ال3 ماتشات برضه، فهو يعني تعدي بس اول فتره. سبحان الله بيبقى يعني بطاقه دخول احمد ديودار التشكيله الاساسيه على حساب علي جبر. بالظبط، هي بتبقى فرص، ما هي بتبقى الكره فرص، يعني كل واحد بيجيله فرصه لازم يمسك فيها ويخلص يعني عشان تجيله تاني وعشان يلعب تاني. طب انا كل ده سمعت التحليل بتاعك لعلي جبر اتطرد ليه؟ مؤمن عمل ايه لما علي جبر اتطرد؟ انا اول ما اتطرد انا كان والدي قاعد يعني جنبي وبتاع، فيئسنا بصينا لبعض ليه كده ومش ليه كده، خلاص هي كده اتصعبت، احنا جايين بندور على 4 تمام كده 4 ناقص 1 لا صعبه قوي يعني، فيئسنا. ده كل ده شحنات فضلت متحوشه معايا بعد الهدف الثالث اللي هو هدف الامل، وطلعت خلاص بعد انت يعني قربت انت فاضل لك جون. بالظبط يعني شحنات اليأس دي كلها طلعت في دموع فرحه اللي الناس شافتها يعني. تمام، احنا معانا تليفون يا احمد اعتقد برضو، تعالوا ناخده ونقول الو. احمد بالمناسبه يا جماعه مهندس الصوت اللي قاعد معانا النهارده الحلقه عشان ما حدش يقول لك احمد بيكلم نفسه يعني. احمد الرئيس حفني. الو. ايوه مساء الخير. نتعرف بيكي. الاء. ازيك يا الاء؟ الحمد لله. معاكي مؤمن. ازيك يا الاء؟ بس انا ما اعرفش الاول طبعا، ازيك يا مؤمن؟ بسلام عليك، انا طبعا بسلام على حليم. ربنا يخليك، نورتينا. اهلا بيك. ازيك يا مؤمن؟ الحمد لله بخير والله تمام. ازيك يا الاء؟ والله يعني انا مكلمك مخصوص بجد عشان عايزه اشكرك جدا جدا، يعني انت فعلا والله احسن وجهه لكل الزملكاويه، ان احنا فعلا اوفى جمهور في العالم. طبعا وده مش كلامنا، يمكن ده كمان كلام مستر فيريرا طبعا لما كان لسه بيدرب، قال ان احنا اوفى جمهور. وانت بجد يعني اكبر مثال على كده. انا بجد والله يعني مبسوطه ان انا كلمتك. انا مبسوط بمكالمتك يا الاء والله، ومبسوط بمكالمه كل الزملكاويه اللي شرفوني النهارده والله. ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله، ونشوفك كل الماتشات ان شاء الله، وكل سنه وانت طيب. وانت بصحه وسلامه. وانت بصحه وسلامه. شكرا جدا يا الاء وكل سنه وانت طيبه. شكرا. مع السلامه. طيب نرجع بقى لمباراه تانية انت حضرتها، كانت امبارح. يعني دي اقرب حاجه بقى ممكن نتكلم عليها. تمام. برضو كده احكي لي كواليس اليوم من الصبح كده، انت فكرت اليوم اجازه هنحضر بقى الماتش، يعني احكي لي كده طقوسك الدنيا كانت ماشيه ازاي؟ هو انا يعني جيت برضو بعد ماتش الماتش الجيش، برضو حسيت ان الواحد متضايق ولازم يبقى ورا الفرقه، فبدات يعني اعمل اتصالات كده ان انا عايز احضر يا جماعه، عايز احضر الماتش الجاي برضو بنفس الاسلوب بتاع ماتش النجم. لاني اصل المدرج ملوش لازمه، يعني انا دلوقتي المدرج هطلع اقعد اعمل ايه؟ فاضي لوحدي. بالظبط انا والكراسي. والساعه على يبقى خلينا في بيتنا معززين مكرمين يعني. لكن زي ما قلت ان الناس في الزمالك ومجلس الاداره بيساعدوا وما بيتاخروش، فلما طلبت ده وفروا لي ده والحمد لله كنت متواجد يعني. تمام. معانا تليفون جديد ونقول الو. الو. ايوه مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتعرف بيك. يوسف خالد. يوسف خالد، ازيك يا يوسف؟ اهلا. اتفضل يا يوسف. على الهوا؟ انت على الهوا تاني يعني تقريبا. اتفضل، حابب تقول ايه؟ معاك مؤمن اول مرجان بيسلم عليك، اتفضل مؤمن معاك. اهلا بيك. اهلا يا فندم. اتفضل، حابب تقول ايه طيب يا يوسف؟ على فكره انا مش يوسف. ماشي، يعني انا طبعا بشكرك تاني لان هي باينه قوي من الصوت والراجل عايز يدخل تاني، فواضح ان في مشكله. لا واضح ان في مشكله. طب يعني انا يا جماعه بعد اذنكم لو انتوا عندكم مشاكل شخصيه بعيدا عن الهوا، يعني انتوا عايزين في حاجه معينه، في عندك الاكونت بتاع صاحب المشكله ممكن تتكلم معاه، ممكن تجيب رقم تليفونه. انت بترحل يا احمد. لا مش الفكره. احمد بيبيعني رسمي. لا مش بيبيعني رسمي، بس هي الفكره ان ده برنامج، ده هوا، ده راديو، فما ينفعش الناس تيجي تعمل مشاكل على الهوا. هو اكيد كده بيسمعنا تمام، ده صوت الزملكاويه، اللي عاجبه يسمع صوت الزملكاويه يشرفنا طبعا كزملكاوي وعلى دماغنا وعلى عينينا وكل حاجه، حتى لو اهلاوي يشارك باحترام بالظبط. في ناس يمكن للاسف عارف اللي هو ايه، كون ان انت ممكن تبقى بتتكلم على حاجه في العموم بشكل عام في حال الرياضه المصريه
سيئه للاسف بياخدها على نفسه، عارف اللي هو. لا واحنا زي ما قلنا احنا ما جيناش جنب الانديه الاخرى بالظبط. في حاجه، دي عاده جمهور الزمالك انه دايما بيحترم اللي حواليه يعني. معانا تليفون. الو. ايوه مساء الخير. مساء الخير. بلانكو فهم. تمام والله معاكم هاني حمدي. ازيك يا هاني؟ الحمد لله تمام. بسلم عليكم كلكم، بسلم على مؤمن طبعا وبقول له كل سنه وهو طيب. بصحة وسلامة. كل سنه وكل الزملكاويه كلهم في كل مصر والوطن العربي طيبين. كل سنه وانت طيب. بصحة وسلامة. يا رب تكونوا سامعيني كويس لان انا بكلمكم انا في القطر. سامعينك كويس في اتجاه اسوان. فيعني انا بكلمكم متابعكم عبر الانترنت، يعني هارد يعني ان انا متابعكم، بس طبعا ليا الشرف ان انا اتابعكم طبعا. لا احنا طبعا مبسوطين ان انت في ظروف السفر دي كمان مهتم ان انت تسمعنا، فانا بشكرك جدا طبعا. انا عايز اسلم على مؤمن، يا ريت يكون سامعني. مؤمن معاك اهو، اتفضل. والله انا بشكرك على المكالمه اللي تحت ظروف صعبه زي ما قال احمد يعني، وانا بشكرك عليها جدا يعني. ربنا يخليك. انا عايز اقول ان يعني مؤمن هو حاجه كده رمز لكل الزملكاويه مش في مصر بس. انا زمان يمكن قصه ظريفه كده او قصه طريفه صغيره. اتفضل. يمكن معلش سامعني؟ احنا معاك. احنا تمام كده. زمان لما كنت موجود في المدرسه، وانا عندي 35 سنه دلوقتي وبشتغل مرشد سياحي. ربنا يديك الصحه. لما كنت في المدرسه في المرحله الثانويه كان مدرستي كانت بتبقى بعد الظهر من الساعه 12 للساعه 5. الوالد زملكاوي، فالمطوشه كانت بتيجي زي زمان لما حضراتكم فاكرين كانت بتيجي الساعه تقريبا 2:30 الساعه 3. 2:30 3 كده. عايز اتفرج على الماتش فمش عارف اتفرج فين. لو روحت من المدرسه وما دخلتش المدرسه فهلاقي بابا في البيت بيتفرج على الماتش، فهيقول لي انت ما رحتش المدرسه ليه؟ طب انا عايز افكر اروح فين اعمل ايه؟ فكنت باخد من المصروف بتاعي، كنت بوفر المصروف بتاعي. انا كنت ساكن في حدائق القبه، كنت باخد من المصروف بتاعي وادخل فين؟ يعني ما اخشش المدرسه من اليوم الكامل من اوله. ما اروحش خالص يعني. ما اروحش خالص. ممكن خيانه مشروعه يعني عشان خاطر الزمالك دي خيانه مشروعه. دي خيانه مشروعه. فيعني سبحان الله اتعودت ان انا حب الزمالك ده حاجه كده في الدم. سبحان الله يعني مش عايز اقول لكم كنت بسافر طنطا واسافر المنصوره واسافر بورسعيد واسافر اسماعيليه. الحمد لله لما الدنيا تيسرت شويه والواحد بقى يعني بدا يسافر والحاله الماديه بقت افضل، فالحمد لله ياخد عربيتي واروح على الزمالك في اي حته. وحاجه طبعا يا رب الجمهور طبعا يرجع قريب يا رب نبقى نرجع تاني، نرجع بالتشجيع اللي هو الملعب وبس ومالناش دعوه باي حاجه ثانيه بره. وتلاقي ان الواحد لما بيشوف مؤمن في الملعب اولا بشكر الاداره وبشكر اللعيبه اللي هي بتوفر لمؤمن ان هو يبقى موجود. انا بشكره معاك على الهواء فعلا، لان هم ما بيتاخروش فعلا في الجهه دي. لما بكون بطلب ان انا اكون مآزر للعيبه وكنوع من التحميس ما بيتاخروش يعني بصراحه، فانا بشكرهم معاك على الهواء دلوقتي. تمام. تسلم. ربنا يوفقنا كمان ان احنا نخلي كل السنه دي قبل يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. حضرتك طيبين وحضرتك طيب. انت طيب. بشكرك جدا. مع السلامه. يعني الناس حتى وهي مسافره يعني الناس من بره مصر ما شاء الله بتتصل، من جوه مصر بتتصل، والناس جوه مصر ومسافره برضو بتتصل، فما شاء الله يعني. انا بشكر على الهوا دلوقتي وبشكر كل الزملكاويه بجد اللي كلموني النهارده، وكل اللي ما كانوا عايزين يتكلموا وما عرفوش يتكلموا. يعني جمهور الزمالك ده على راسي كله من فوق والله، وان شاء الله الايام اللي جايه يكون فيها السعد ليهم باذن الله. يا رب ان شاء الله. نرجع بقى تاني للمباراه اللي انا كنت بقول لك عليها، تاني واحده بقى الناس ابتدت تشوف مؤمن فيها واتعلقت بيه تاني بعد مشهد الاحتفال بتاع كهرباء. هو المباراه دي برضو يعني بالنسبه لي انا اغلى بقى من مباراه النجم، يعني لان مباراه النجم كان ليها احداث في الاخر، احنا كزملكاويه ما كناش خلاص راضيين يعني. لكن مباراه الغزل انا جيت بعد ماتش الجيش تمام. برضو حسيت ان لا يعني ان الاوان ان احنا كجماهير حتى لو ما فيش فرصه ان احنا نكون في المدرج ولو واحد حتى يمثل الكتيبه الزملكاويه دي. تمام. فلما طلبت برضو من الناس يعني ما تاخروش ووفروا لي ده ان انا اكون متواجد يعني. والحمد لله زي ما شفتونا كده يعني كنا متواجدين. موضوع كهرباء بقى لاني يعني حاسس انا عايز الكواليس بقى دي. انا شايف في عينيك السؤال ده. ما لازم اعرف. كهرباء انا جيت فعلا يعني قبل الماتش انا كنت يعني مستنيهم لما دخلوا من الاتوبيس لغرفه خلع الملابس، فسلمت عليهم واحد يعني. فجيت عند كهرباء فقلت له يعني هتجيب يعني ركز هتجيب، بس يعني ركز مالكش دعوه باللي بيتقال حواليك لان هو محطوط تحت ضغوط الفتره دي. مظبوط. يعني هو حتى انا جيت في ماتش بقيت شايف كهرباء خايف الكوره تجيب
لا لسه بدري على الكلام ده، انت يعني سنا لسه صغير وانت نجم مالكش دعوه بكل اللي بيتقال. مظبوط. كان زمان بيقولوا لشيكابالا حط زي قطن في ودنك عشان ما تسمعش الجماهير او شتمتك من الجماهير او كده، عشان تركز في ادائك في الملعب. مظبوط. ده كان مضمون كلمه ركز اللي بقولها للكهرباء، قلت له ركز هجيب يعني. فهو لما جاب شفت بقى افتكر الكلمه بقى اللي هو يلا بقى، فلقيته جاي لي يعني عليها يعني. تمام يا مؤمن، يعني والله انت تستحقها، لان فعلا زي ما الناس كتيره النهارده طول المكالمات تقريبا مضمونها ان انت من ايقونات تشجيع نادي الزمالك وايقونه مشجعي نادي الزمالك، لان انت فعلا احنا يمكن بنقول ان احنا بنحب الزمالك، في ناس كتيره بتشجع الزمالك، في ناس بتحب الزمالك، ولكن بعض التضحيات اكيد مش هتوصل اللي انت فيه يعني انا اسف طبعا في الكلمه بس يعني بظروفك الحاليه ان انت بتمشي ورا الفرقه، بتروح وبتسافر وبترجع يعني انا مع الزمالك انا يمكن قلتها في كلمه كده في مؤتمر كان معمول قبل لقاء السوبر في الامارات، وقلت ان انا ما بحسش ان قاعد على كرسي متحرك مع الزمالك، بالعكس يعني انا الزمالك بحس ان هو دايما الخطين دول مش كرسي، دول الخطين عكازين يعني بيساعدوني ان انا دايما ابقى واقف على رجلي، دايما ابقى واقف على رجلي يعني. فانا مع الزمالك لا بنسى موضوع الكرسي ده وما اقدرش اتاخر عنه وعن جماهيره في اي حاجه يعني. تمام يا مؤمن. يمكن في عمرو الانصاري، في شويه بالظبط كده عمرو الانصاري بيقول مؤمن يا جامد حبيبي. في محمد مشالي بيقول احلى مسا عليكم على مؤمن، وسلم لي على كهربا يا مؤمن، وان شاء الله الدوري زملكاوي. حاضر. في محمود سعيد بيقول نفسي يا ندى تنطق اسمي صح، انا محمود سعيد النحراوي. ماشي صح على فكره. وانا لما سالت مؤمن رؤيته لمباراه غزل المحله ما كانش قصدي خالص على باكيتا، لانه ما لحقش يتعرف على اللعيبه او هم يعرفوا فكره. نفسي يا مؤمن ياخد اجازه من الشغل يوم الاثنين اللي جاي عشان مؤمن وشه حلو على الزمالك. عم بقى وروحوا لي عند الشركه. في بنزيما بلانكو بيقول اكيد مؤمن كان بيحضر ماتشات للزمالك زمان ايام ما كان في جماهير، حابب اساله 3 اسئله. ايه رايه في الماتشات زمان بجماهير ودلوقتي؟ وايه الفرق بين تشجيع الالتراس بغض النظر عن اخطائهم والتشجيع من الجمهور العادي؟ وايه الحل لعوده الجماهير والحل في الخلاف اللي ما بين الوايت نايتس ورئيس النادي؟ وتحياتي ليكم. خلينا ناخدهم حاجه. ايه الفرق ما بين تشجيع الالتراس وتشجيع الجمهور العادي؟ طيب يعني هنبداها طيب ترتيب ماشي. يعني ايه رايك في الماتشات زمان بحضور جماهيري ودلوقتي؟ يعني هو عايز الخلاف او يعني ايه رايك ما بين ده وده؟ والله رايي يعني هو ليه احنا دايما واخدين فكره ان احنا نصنف؟ ما كله جمهور زمالك زمان ودلوقتي كله جمهور زمالك. لا يعني يقصد زمان لما كان في حضور جماهيري، ودلوقتي بما ان ده هو بيقول ماتشات زمان بجماهير ودلوقتي دلوقتي ما فيش جماهير. مفيش يعني انت شايف انه حاله السكون لا طبعا ما ترضيش حد يعني. هو يعني لك ان تتخيل مثلا فنان عادل امام لو دخل ما لقاش ولا واحد في المسرح هيمثل بنفس يعني صح. لا الكره للجماهير بس، اللقب ده انا الكره للجماهير بس، عايزين يا جماعه نوضحه. الكره للجماهير بانضباط يعني ما ينفعش يبقى فيها رجاله، ما ينفعش يبقى فيه لا انا الكبير ما حدش يكلمني لا ما ينفعش الكلام ده يا جماعه. احنا شفنا، انا بتكلم والله بناء على اللي انا شفته بعيني، اللي هتحاسب عليه الكلام ده، اللي انا هتحاسب عليه قدام ربنا. في احنا كمصريين كنا ملتزمين قوي في الامارات جدا وخايفين جدا، وماشي تحت امرك ايه وريني حاضر عينيا. طب ليه؟ دي بلدك واستادك ومكانك يعني من باب اولى اعمل ده في بلدك، لكن ما تعملوش بره. يعني احنا مصريين هنا وهناك، ولا مصريين هناك غير مصريين هنا مزبوط. بس فانا بتكلم في كده، الكره للجماهير انا معاكم في اللقب ده، لكن بانضباط يعني بتنظيم بس. طيب ايه الفرق بين تشجيع الالتراس بغض النظر عن اخطائهم وتشجيع الجمهور العادي؟ بصوا انا يعني تشجيع الجمهور العادي يعني هو برضو ما زلت بقول مش عايز اصنف جمهور عادي وجمهور التراس كلهم جمهور زمالك. انا كنت بقعد وسط الالتراس وبشيل دخلات معاهم لغايه حد معين. لما بصيت لقيت ان في بعض، بس نركز على كلمه بعض دي عشان يبقى الكلام واضح، مش كلهم، هم كلهم يعني فيهم شباب كويسين ومتعلمين وبتاع، لكن البعض واخد الزمالك سلمه يعني لتحقيق حاجه في دماغه والله اعلم ايه هي، بس واخد الزمالك سلمه. وانا ارفض ان الزمالك يتاخد سلمه لاي شخص كان. الزمالك لجماهيره والزمالك لكيانه. انتوا بتقولوا الكيان، يبقى الزمالك لجماهيره والكيانه، مش سلمه لتحقيق اغراض في دماغك ايه هي الله اعلم. بس ايه الحل لعوده الجماهير والحل في الخلاف اللي ما بين الوايت نايتس ورئيس النادي؟ الحل لعودة الجماهير احنا قلنا ان يبقى في بس كل واحد يسيب حاجة شوية، يعني يتنازل شوية، كل واحد ياخد خطوة من ناحيته ويقرب للتاني، ياخد مبادرة. ما ينفعش انا اخد يعني مثلا رئيس النادي ياخد خطوة فهم لا ما يرضوش،
يعني ما تبقاش فيها تعنت. ما تبقاش فيها تعنت واضح. ده مثلا يعني انا مثال موجود دلوقتي او مذكور دلوقتي لما احداث ماتش تونس، لما كان حد احمد مرتضى كان عايز يدخلهم او يديهم تذاكر، لا احنا مش عايزين انا مش عايز ده. احنا كلنا لازم نبقى واقفين وسط حوالين فرقتنا يعني. وزي ما بقول انا ضد التصنيف، لا كلنا جماهير زمالك. الحل لعودة الجماهير زي ما قلنا ان احنا يحصل يعني احتواء للموضوع. سيادة المستشار برضو يحتوي الموضوع، معلش يعني هو اب، واحنا اي اب لو غلط اكيد يعني ولاده وهم برضو لازم يعني زي ما قلنا يعني يغيروا الفكر ده. يبقى الزمالك بس هو اللي قدامهم، ما يبقاش في دماغهم حاجة تانية غير الزمالك. يبقى وجودنا في المدرج ما فيهوش شتايم لجهات معينة. زمالك انت جاي تشجع الزمالك بس لان هو ده انت بتقول الكيان، وانا متفق معاك في الحتة دي. قول اخر تعليق. لا والله يعني انت اجي اقول وتقولي قول اخر تعليق بتديني الاذن يعني؟ طب حاضر. اسراء ساسو بتقول الكلام ده ليك انت يا مؤمن بقى، بتقول لك من اول الحلقه عايز اقول لمؤمن حاجه بس والله لساني عاجز ومش عارف اقول له، بس روح يا شيخ ربنا يفرح قلبك زي ما بتفرحنا كده يا وش الساعه. تسلمي ربنا يخليك. ده الحلقه على فكره كل الجمهور اللي اتصل بينا النهارده واللي معانا دلوقتي تليفون برضه منه، وده اعتقد هيكون اخر تليفون في حلقتنا النهارده، فتعالوا ناخده ونقول الو. الو الو. طيب يعني هنحاول حاضر نجيبه دلوقتي. الو. ايوه مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو. هو واضح ان في مشكله في الصوت. في ابن هشام بيقول منورين يا حبيبنا. ايوه ده هو اختصروها ولقب يا مؤ والمؤ وبتاع. بس احنا عندنا كمان زميلنا مؤمن بمناسبة الالقاب برضه تقول له مؤ. بمناسبة الالقاب يا مؤمن، ايه اكتر لقب انت بتحبه؟ يعني ايه اكتر حاجه بتحب الجمهور يناديلك بيها او الناس يعني تسمع الاسم ده؟ بينادوني باسمين يعني يا زملكاوي. انا نسيت خلاص، بدات انسى مؤمن ده. خلاص هم ضرب مش حابين ينطقوا بمؤمن، بيفكرهم بذكريات تانية. فهم بينادوني بزملكاوي او اونا، ما اعرفش يعني اختصروا مؤمن قلبوها اونا ازاي مش عارف. ما انا كنت لسه عايز اسالك على الموضوع ده، بس واضح ان انت كمان مش عارف. مش عارف لا. طب يا ريت لو عرفت لنا الموضوع ده يا مؤمن تبقى تقول لنا الموضوع ده. حاضر. تمام. في كمان عندنا تعليق من شريف الشامي بيقول والنبي سلمي لي على مؤمن وبالتوفيق ان شاء الله. تسلم سلامك واصل على راسي من فوق. تسلم. يعني عايز اقول لك الزملكاويه يعني عارف في حاله كده اللي هو ايه، انا ممكن ما بقاش عارفك شخصيا بس عارف في حاجه كده ايه يعني اقول لك يعني ابسط. امبارح انا في الشارع في بلد جنب بلدي يعني، ونازله ولقيت ولد شاب كده في ثانويه عامه راجع من الدرس لابس سويت شيرت بتاع الزمالك، فانا معايا واحده زميلتي مالهاش اصلا في الكوره خالص، فقلت لها ممكن صوره؟ قالت لي نعم. قلت لها ايوه صوري. والولد يعني انا نازله من العربيه الولد معدي، رحت انا ماسكاه عارف اللي هو ايه معلقه ايده في ايدي كده. قلت ممكن بس نتصور مع بعض. ممكن نتصور مع بعض. فالولد بص لي كده، قلت له الزمالك هو الحياه. قام قال لو سمحتي ممكن تصوري. راح عامل ايده قلب كده. لا هو حب الزمالك اللي عليك جمعنا زي ما دايما بنقول يعني، ويعني ربنا يديم يا رب الحب. بتحس كده ان الزملكاوي ده اللي هو ايه بتتعرف عليه، بتشمه باين على وشه. باين على وشه بياض لون التيشيرت يعني. بالظبط يعني الزملكاوي ده تحس ان انت عارفه قادر قلبك اخوك حد من عيلتك كده بالظبط. طيب مؤمن كده سريعا قبل ما نختم الحلقه حابب تقول ايه بقى لجمهور الزمالك؟ جمهور الزمالك يعني جمهور مخلص فعلا. انا عن نفسي عجزت عن ان اوصف الجمهور ده يعني. جمهور حتى في الهزائم بيحب اكتر يعني. في مقوله كده دايما بتتقال ان احنا بنشجع فعلا جمهور الزمالك عشان يكسب مش عشان بيكسب. الفرق الحرف ده الحرف ده لا ده ليه معاني كتير قوي، في ناس ممكن تبقى مش فاهمه. فيعني بتمنى يا رب لينا التوفيق الفتره الجايه، وانا حاسس ان الفتره الجايه ان شاء الله ربنا هيعوض صبر ايوب الكره المصريه جمهور الزمالك يعني في الفتره الجايه ان شاء الله ببطولات. وبس عايزين فعلا ان شاء الله الجمهور يبقى حافز للفريق ومدعم ليه. انا زعلان ان
ان الجيل ده يعني صعبان عليا ان انا ما ناديش على كهربا من المدرجات، ما ناديش على ايمن حفني من المدرجات. صعب. احنا كنا بننادي لناس جت لبست تيشيرت وما كانش ينفع انها تلبس تيشيرت الزمالك بصراحه. فالجيل ده كله يعني يستحق ان احنا ننادي عليهم بالاسم في المدرجات. فيا رب اتمنى ان المشكله دي تتحل بتفاهم كده وبعقلانيه من جميع الاطراف، وان شاء الله باذن الله نكون موجودين بنساند فريقنا، وبالتوفيق للزمالك وجماهيره يا رب الفتره الجايه. اخر حاجه بس عايز اقولها كده قبل ما نختم الحلقه، لان الناس كلها بتتفائل بيك يعني ما شاء الله، التعليقات كلها فيما مضمونه اللي هو انت وشك حلو انت وشك حلو. توقعاتك لماتش الزمالك وبتروجيت يوم الاثنين ان شاء الله؟ بامر الله ان شاء الله هيعدي على خير ونكسب ان شاء الله 2-0 باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. في اخر بقى تعليقات، محمد مشاري بيقول عايز اعرف مين بديل كهربا في ماتش بتروجيت، ومحمد ابراهيم جاهز ولا لا؟ للاسف انا ما عنديش معلومه يعني عشان ما نقعدش نفتي يعني. في بنزيما بلانكو بيقول اتفق معك تماما على راي مدحت شلبي وعايش الزمالك. عايش. قلنا ابن هشام منورين ومنور يا مق يا حبيبنا. حبيبي تسلم. يعني هو ده الزمالك، هو ده جمهور الزمالك. طبعا الجمهور عجز الكلام عن وصفه بصراحه طبعا يعني. مؤمن انت نورتنا النهارده وكنت مبسوط جدا يعني ان انت نورتنا، وفعلا من ضمن الحاجات اللي انا يمكن انا شفتك ساعه الافتتاح بتاع الموقع فما لحقناش نقعد مع بعض كتير، بس النهارده انا سعيد جدا ان انت كنت معايا. انا اسعد والله بجد، انا كان نفسي اشوفكم من زمان انت وندى بصراحه. ربنا يخليك احمد والله. وكان نفسي اجي الاستوديو ده لان ده بيت الزملكاويه يعني. بلانكو اف ام مشهور بانه بيت الزملكاويه فعلا، فالحمد لله ان انا دخلت البيت ده وبقيت احد اعضائه وافراده يعني. طبعا ده حاجه تشرفنا والله. شرف ليا انا والله، وانا سعيد بيكم جدا وسعيد بكل الجماهير اللي اتصلت بيا واللي ما اتصلتش وكل الجماهير اللي قاعده بتسمعنا دلوقتي، وبالتوفيق للزمالك وجماهيره، وان شاء الله الايام الجايه بتاعت الزمالك باذن الله ان شاء الله. مؤمن نورتني، بشكرك جدا طبعا ان انت لبيت الدعوه ونورتنا النهارده. بشكر كل الناس اللي اتصلت بينا وعرفت تدخل على الهوا، بشكر كل الناس اللي حاولت تتصل بينا وما عرفتش تدخل معانا على الهوا، بشكر الناس اللي بعتت لنا كومنتس. يعني ختاما كده اغنيه في مكاننا في بيتنا في المكان اللي كلنا نتمنى ان شاء الله نرجع له تاني باذن الله. بامر الله. تالتة يمين. انا قبل بس ما نختم انا عايز اشكر مؤمن جدا جدا جدا، وان انت يعني بديت ان انت تطلع معانا النهارده الحلقه على مشوارك الشخصي. الزمالك هو الفرح يا جماعه طبعا، بس يعني يمكن العلاقات بالناس او كده كمان دي حاجه مهمه. فيعني انا بشكرك جدا جدا انك لبيت الدعوه ونورتنا، احنا مبسوطين جدا وان شاء الله مش هتبقى اخر مره بامر الله. ان شاء الله ان شاء الله في اي وقت. مستمعينا في كل مكان، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده الاسبوع اللي جاي. ويك اند سعيد وربنا يكرمنا ان شاء الله يوم الاثنين، والزمالك يخلي ايامنا كلها عيد. 5-6 بقى زي ما هو عايز. اي حاجه بقى. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير.